الطيبي غير بدا يهضر ويقول ليه السي، قال ليه كذا 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 كذا، قال ليه سي السي محسن. ما قال له السي نبيل الله يرحمك الوالدين ما نبقاوش جوج الليل. لا ذاك النهار عرفتي ذاك اللقاء السي عبد الرحيم راه فاش ساليتو قلت لهم حقرنا حقرونا اخواني هاد القضيه هذه، المساله ديال الصين دابا، شوف كل واحد وكيفاش كيشوف، كل واحد وكيفاش كيشوف الامور. هما المشكله ديالهم انهم ما كيتصرفوش كيف ما تيقول السيمانار، ما كيتصرفوش كدوله لا لداخل ولا برا، ما كيتصرفوش كدوله، كيتصرفوا كمجموعه ديال المجانين ديال المعاتيه. كيتعاملوا مع السياسه الدوليه بالامزجه، السياسه الدوليه بالنكايه بالكيد بالحقد. دابا الا بغى غير ينجز انجاز، مثلا هو مثلا باغي يدير القطار ولا باغي يدير الانبوب ديال الغاز، ما كيفكرش كيقول انا دوله عندي مصلحه وطنيه، عندي سياسه عليا، عندي احتياجات، عندي ادوات، عندي مصادر قوه، عندي شركاء، كنتوكل على الله وكندير مشروع وكنشتغل عليه. ما كيهمنيش انا الشيء، ما جيش نديرو ضد شي حد. دابا الدول اللي عندهم العقل كيتصرفوا بالطريقه. الدول اللي ما هماش دول او ما مجموعه ديال المرضى نفسيا اللي كتحركهم الامزجه والاحقاد والامراض النفسيه، كيفاش كيفكر اي حاجه خصو يديرها خاص علاقه المغرب اشنو غادي ندير، بغيت ندير، ما كيفكرش انه رانا تكلمنا عليه شحال مره، سيدي بغيتي ديروا انبوب الغاز النيجيري الجزائري، الله يعاونكم ديروا 10 الانابيب. المغرب ما كيقولكش انا دير الانبوب ضدك، ما نديرش، ما كنتحركش ضدك، ما تنديرش السياسه الدوليه ضدك نكايه فيك، ماشي جاي باش ندير تحالفات ضدك، ما كنديرش علاقاتي الدوليه ونستأنف مع هذا ونقطع مع هذا ضدك انت. انا عندي مصلحتي الوطنيه، عندي خطه كنشتغل فيها مدروسه مضبوطه، غادي فيها كنشتغل عليها، كنطور امكانياتي وكنشتغل. ما كيهمنيش انت ما دايركش قدامي في خارطه، ما كنعتبركش عدو اصلا وما مصنفش ليك، ما شايفكش. هو لا دابا بغى يدخل البريكس، ما كيفكروش انهم بغا يدخلوا البريكس، خاصهم مشروع. الناس ديال البريكس اللي هما مثلا الصين ولا روسيا ولا غيرهم، راه هي الجزائر يقول لك اسيدي حنا ما عندنا مشكل وعندنا علاقه معاهم وهذا، وجاو والرئيس كيقول للرئيس اخر راه بغيت نجي عندك، غايقول ليه مرحبا طبيعه الحال، ما يقوليش ما تجيش عندي فهمتيني. واحد كيقول لواحد راه بغيت نجي عندك نشرب معاك كاس زيرتاي، غايقول ليه لا مرحبا. اي ملي كيجي يجلس معاه انا البريكس كاين شي مشروع. واش هذا الانضمام للبريكس واش هو البريكس براكه؟ واش هذا البريكس واش شي جالسين مريحين في شي بلاصه يعني كيقرقبوا الناب مدورين بالرد ديالتاي؟ راه ماشي هذا البريكس، هذا تكتل اقتصادي غادي تكون فيه شنو امكانياتك، شنو ادواتك، واش عندك شي مشروع، عندك شي رؤيه. ماشي غير زيدونا البريكس باش نفقس المغرب، راه هما هكا كيفكروا، بندخل البريكس باش نفقس المغرب، باش نقول المغرب انا قوه ضاربه انا دخلت البريكس. بدليل الدول اللي هي كتحترم راسها واللي كتصرف وكتفهم معنى التكتل الاقتصادي وما معنى علاقات دوليه. شوف الوقيته اللي مجلس دول التعاون الخليجي عيط للمغرب باش ينضم ليه، اش قال لهم المغرب؟ سمحوا لي انتم شركاء واصدقاء وعندي علاقات طيبه معكم، ولكن انا عندي خطه اخرى وعندي رؤيه اخرى وعندي اولويات اخرى. ماشي دابا تخيل تكتل بحجم دول مجلس التعاون الخليجي معيط للمغرب والمغرب قال لهم سمحوا لي. دابا تخيل واحد غادي لتكتل، لا عنده، لا هو كيستوفي المعايير ديالو، لا هو كيستوفي الادوات الاقتصاديه والماليه والمؤسساتيه اللي تاهلوه باش يكون في تنظيم بحال هذا، حتى شي حاجه والو، ما كاين حتى حاجه، فقط هو باغي غير يدخل. ومساله اخرى كيفكروا بالمنطقه الرشاوي، راه مستعدين ما كيكرهوش يعطوا الفلوس للصين والروسيا، يعطوهم فلوس، يعطوهم باليزات هكا فلوس باش يضموهم، يعني يزيدونا معكم باش نقولوا راه قوه ضاربه وحنا ولينا في البريكس. بحالها بحال القضيه ديال السلاح، بحالها بحال القضيه ديال القطار ديال اللي باغيين يديروا ديال تمن راس، بحالها بحال انبوب الغاز النيجيري، بحالها بحال فين هو عرقاب. انا راه باقي دابا كل مره كنعاود ندور كنعاود فين هو عرقاب وفين هو داك غار جبيلات وداك الحديد والصين وتركيا، فين داكشي فين مشى؟ كيقلبوا غير على ما يكتبوا في الفيسبوك. والله العظيم الا كنتكلموا مع نشطاء فيسبوكيين، نشطاء فيسبوكيين يعني خاصهم في التويت سميتو شنقريحه وتبون يديروا حسابات في تيك توك ويخرجوا حتى هما يبداو يديروا حصص ويديروا النقاش. نشطاء تيك توكيين ما كاينش تصور ديال الدوله. اما الصين وروسيا الى فرضا كاع سيدي غيدير تحالف مع الجزائر، واش غيدير تحالف مع الجزائر ضد المغرب؟ واش هو حمق؟ ما داروهاش حتى مع الخصوم ديالهم اللي عندهم معهم حروب تجاريه. اما غيدير هو مثلا هاي الصين عندها علاقه مع ايران وعندها علاقه مع اسرائيل، روسيا عندها علاقه مع ايران وعندها علاقه مع اسرائيل وعندها علاقه معهم بجوج. كيتصرفوا كدول، كيقول لك انا كنبني تحالفات، ولكن راه ملي كنتحالف مع هذا ما كيعنيش اننا ضد الاخر، ولا كنت مع هذا ما كيعنيش اننا ضد الاخر. هكا كيتصرفوا الدول. واش الصين غادي يجيو تقبل من شي واحد يقول لها الجزائر انا غادي نبني معك تحالف وغندير معك وندخل معك البريكس وندير معك وبغيتك توقفي معايا ضد المغرب؟ واش كاين شي الصين تقبلها من شي واحد؟ الصين كامله غتقبل من شي واحد يجي يدير على املاءات؟ شكون كنت؟ شكون كنت باي منطق؟ شكون كنت غادي تقول لاي دوله في هذا العالم
وهذا المنطق راه هذا المنطق ديال فرنسا كتفكر بهذه الطريقه. الا كنتي معايا خاصك تكون ضد الاخر. هذا منطق ديال الدراري الصغار، ماشي ديال الدراري الصغار. نلعبوا انا وياك وهذاك ما نلعبوش معنا. منطق ديال الدراري الصغار، ديال الوليدات الصغار اللي تيكون باقا فيهم ديك النرجسيه الطفوليه يعني البدائيه اللي كتكون في الانسان، ملي تيكون باقي فيه داك الاستئطار بانه انا هذه ديالي كورتي بحال القمه، قمتي. عرفتي شنو درت البول؟ قال لي قمتي، هذه القمه ديالي، قمتي ما يجيش لها المغرب. قمتي ديالي بحال كورتي. عرفتي ملي كنا داكشي ديال كورتي انا مول الكره. كيفهموا هذا ولا المراهقه ما كيفهموش السياسه بالمنطق ديال انه راه الا كنتي مع هذا راه يقدر انت ضد صحابه وهو يبقى مع صحابه وانت تبقى معاه وهكا. شوف مصلحتك انت فين كاينه الوطنيه. وانت كتهضر مع واحد ما عندوش مصلحه وطنيه لانه اصلا ما كيعرفش ما معنى وطن، ما كيعرفش ما معنى دوله، ما كيعرفش ما معنى اجنده. هذا الشيء ديال السياسات العامه. الدول كتبني اجنده. كاين عندنا الاجنده بيلدينغ وعندنا الاجنده سيتينغ. الدول كتبني الاجنده ديالها، كتشوف تقلب على عندها احتياجات، كاينين مشكلات، كاينين ادوات ديال الاشتغال، كاينين واحد السيناريوهات معينه ديال المصلحه كتبنيهم. كيفكروا هكا الدول. واحد ما كيعندوش هذا الشيء في دماغه، هذا الباريم ما عندوش، كيعرفوش. يعني هذا الجدول ديال المعاملات، المعامل الاول، معامل ثاني، معامل ثالث، ما بانيهمش. ما كيفكرش بمنطق رياضي، هو كيفكر بمنطق النكايه والحقد والكيد. داك الشيء ديال سميتو الدوله اللي هك رئيس، ما كيقول لك واحد الدوله هك، ما كيتكلمش بالوقت. شي دابا مثلا شي بشار الاسد دابا على علته الكثيره وعلى كذا ما تيهضرش هذه اللغه. ما كنسمعوا يقول شحال هو دابز مع اردوغان، كيدير لغه داير فيها شويه السياسه وفيها شويه ديال كذا وكيدير هذا. ما كون كيتعلموا غير من الديكتاتوريين زملائهم. يتعلموا غير من زملائهم الديكتاتوريين ومن زملائهم يعني الانظمه اللي كتشبه لهم. لو يتعلموا والله يتعلموا من زملائهم الاحسن، ما كيتعلموش لانهم ما كاينينش. كتهضر مع المجانين مع الحمقى. دابا تفتحتي واحد النقاش. دابا في الجزائر واحد السؤال. دابا كتشوفوا انا كنتبع ذاك المجالس. شوف المجالس الحكوميه والمجالس الرئاسي، المجلس الرئاسي اللي كيترأسوا تبون والمجلس كاين الصوت دابا. كنسمع. كنتبع الجزائر. كتشوف ذاك المجالس الحكوميه والمجالس الوزاريه اللي كيترأس تبون. خلي المجلس على الامن هذاك مع العشيه مع الدوره كيجتمع. يقدر يترأسوا غدا على ود هذا اللقاء. لا بلاتي، واش عمرك سمعتي شي سياسه عموميه؟ لا ما نهائيا. كاع الدراسات. واش عمرك سمعتي شي برنامج حكومي؟ نهائيا ما كيعرفوش. لا هذيك لا السيمانه، هذيك المخططات الخمسيه، المخططات ما كيعرفوش هذا الشيء. واش عمرك سمعتي شي مخطط ديال 10 سنوات علاش ما كيعرفوش؟ علاش؟ لان اللي حاكم دابا ما ضربش بلاصتو غيمشي للحبس. عندهم التناوب على الحبس. دابا تبون غيسالي غيمشي للحبس، لما عاود ترجع غيمشي للحبس. واضح هذا الشيء اللي كيتبع. واش عمرك سمعتي شي تقرير ديال الستينيه ولا خمسينيه ولا شي حاجه؟ لا والو ما كاينش. سمعتي القانون ديال الوئام المدنيه اش دار بوتفليقه؟ جمع دوك اللي كانوا تما، عطاهم 7000 يورو لواحد، قول لهم شدهم مديون ودفعهم الساحل، هما اللي داروا التنظيمات الارهابيه. هذيك بحال داكشي ديال ديك ديال هتلر ديال ليله السكاكين الطويله، فاش جمع هذوك دارهم واحد وطير وذبحهم. ما لاحظتوش واحد القضيه في الخطاب ديال الجزائر؟ واش باقيين كيهضروا على الوساطه؟ لا والله ديك الضربه ديال المانيا ما بقاوش كيهضروا على الوساطه. ملي مشى عند وزيره الخارجيه ديال المانيا قال لها حنا باغيين نديروا الوساطه. ملي هضر على الاكسجين لا هذيك لا ديال ليبيا، قال لك بغا يديروا الوساطه في ليبيا وما مدابزين مع حفتر. ما عرفت ما بغا يديروا هذه الوساطه. ردات عليه قالت له ودي اللي كيبغي يدير الوساطه لازم خصو يكون محايد وكذا. وحتى ماشي عند روسيا ولا باغي نهرب من الدوله راه من اليوم واش عندهم شي عقل ويدير وساطه مع اوكرانيا. الشروط ديالها بالنسبه لروسيا. روسيا اش غدير بالجزائر؟ طبعا روسيا عندها الغاز. روسيا بالنسبه لها الجزائر سوق ديال بيع الاسلحه، وعارفه هي بان الجزائر هي اللي واقفه على روسيا. اذا هنا اش غدير بها؟ بالنسبه لها هي المغرب. والناس ما كيعرفوش واحد القضيه، راه كاين علاقات كبيره بين المغرب وروسيا. خلي الخطابات ديال وزير الخارجيه بعض المرات وكذا، المواقف ديال روسيا وهذه تقالت. المواقف ديال روسيا في مجلس الامن كتكون ضد امريكا ماشي ضد المغرب، وما كتمشيش بعيد. على السؤال علاش روسيا ما عمرها استعملات مثلا شي، ما عمرها استعملات الفيتو، ما عمرها استعملات بزاف ديال الحوايج. القضيه ديال الصين. اشنو الصين كاينه في افريقيا،
دابا مشى تبون كيقول لك خرجوا هذه القضيه، قال لك الجزائر هي جزء من طريق الحرير، طريق الحناش ماشي طريق الحرير. اش غدير دابا الصين اش غدير بالجزائر؟ دابا الجزائر حنا غنشوفوها بغات هي مثلا نهضروا على الطريق، فين غتخرج من ورا الجزائر؟ فين كتمشي؟ الساحل كله مقنبل، فين غتمشي؟ فين غادي تمشي؟ حفره، الجزائر حفره، فين غتمشي؟ واش راه الجانب هنا هي الصين راهت على المغرب هو اللي كاين في الطريق ديال الحرير. القضيه الاخرى ديال فرنسا سالات المهمه مع الجزائر. فرنسا دابا الان كتعاود النظر في الاتفاقيه ديال 1968، كيمشي الجزائري كيتخلص جالس ما كيخدمش وداير الفوضى، صح خايبه هي هذه جالس تم. فرنسا الان دابا غترد هذيك المجموعه، لهذا كاين التوقعات بان داك الشيء كله غادي يرجع للجزائر، غيرجع الحراك للجزائر انطلاقا من غترد هذه المجموعه هذه. راه دوله ما عندهاش علاقات طبيعيه مع شي دوله اخرى. علاش؟ السبب لان عندها ملف واحد اصاحبي، راه ما كايناش. هذه راه خصها تهضر عن الناس اللي كيدرسوا السياسه الخارجيه والدبلوماسيه. واحد دوله عندها ملف يتيم، شنو هو البوليزاريو. ملف واحد، ما يمكنش تبني دوله على ملف واحد، ما يمكنش. الغاز والنفط والبوليزاريو، ما يمكنش تبني دوله بهذه الطريقه نهائيا، ما يمكنش. الشركاء اللي مشيتي عنده خاصك تهضر على الملف ديال الصحراء، اللي مشيتي عنده خاصك تهضر على الملف الصحراء اللي مشيتي. لا والعالم كله والعالم كله كيعرف ان اللي هضرتي على الملف الصحراء كتهضر على المغرب، يعني هو غادي عندهم كيهضر على دوله اخرى. الحصله الكبيره هي غتكون عند الجزائر اللي غتدخل مجلس امن، تما فين غتكون الحصله. يكفي ان المغرب يهضر مع دوله من هذوك الدول الاصدقاء ديالو ويسولوا الجزائر، يقول لها هذا البوليزاريو فين كاين؟ فوق الاراضي الجزائريه. كيفاش؟ وهذا البوليزاريو كيقول لك على الحرب، مين كيعلن الحرب؟ فوق الاراضي الجزائريه. الحرب ما سمع لها حتى واحد، غادي يطلبوا من الجزائر تما يقولوا واش تقدروا تفتحوا المخيمات، واش هاد الناس عندهم الحريه يتنقلوا كذا؟ لا، تما هنا فين غيشدوا الجزائر. هنا تذكروا هذه القضيه مزيان، لان بزاف ديال الناس ملي تغيرت اللغه ديال القرارات ديال مجلس الامن ولات كتمشي مباشره للجزائر، قال لك انتظروا التحول غيكون داخل الجزائر. لهذا باش نسالي انا هذه المساله، ملي كنت كنقول دائما السي نبيل كنقول بان بوليزاريو قنبله غينفجر وسط الجزائر. عرفتي من غتجي الانفجار؟ غيجي من عند مجلس الامن، غيغير الاوضاع داخل الجزائر بالبوليزاريو. شي تليفون عاوتاني الصوت مشى للسيمانار. تليفون جاك السيمانار. شي تليفون عاوتاني الصوت مشى للسيمانار. تليفون جاك لا عاوتاني كيتردد الصوت عندنا. الصوت مشى للسيمانار. تليفون جاك لا عاوتاني كيتردد الصوت عندنا. وايضا الصوت مشى للسيمانار. تليفون جاك لا عاوتاني كيتردد الصوت عندنا. وايضا سي نبيل العشره هذه لا اسمح لي اسيدي يلا الاخوان واخير قطع الميكروفون يلا غير الميكروفون هذا تحياتي يا استاذ. غير الميكروفون هذا تحياتي. شكرا استاذ بعدا الدكتور منار على هذا اللقاء. مسكين السي منار. سي منار شكرا بزاف باسم ديالي واسم المتابعين من طبيعه الحال كنشكرك بزاف على هذا اللقاء وعلى هذه الروح المرحه وعلى هاد الاستفاده اللي استفدنا من هذا اللقاء الحواري من طبيعه الحال. ونتمنى ان شاء الله اننا عاوتاني نلتقيو في ربما الاسبوع القادم ان شاء الله. وتانا سي نبيل حتى انا غادي ما تقوليش انت تبقى معايا. لا الله يستر عليك. انا سوبونمر طلعوا باش نسلموا عليكم. ها هو دابا سي منار. لان عرفتي شوف، لانه انا غدا عندي يوم طويل في كازا بين مع الطلبه، مع المناقشه ديال الرسائل ديال الطلبه، وغنبقى في الدار البيضاء حتى العشيه. عندي لقاء في القناه الثانيه. عندي القناه الثانيه. عرفتي غدا نبقى في كازا حتى 11 الليل. شو هو بون خرج. سي عبد الفتاح حنا دابا العشرة وباقي في الخدمه. انا باقي ما مشيت للدار. لا سي عبد الفتاح غادي تزيد معنا 10 دقائق غادي نخليك واحد السلام عليكم. 10 دقائق. وتحيه للسي نعوم والدكتور منار سليمي اللي غادر، والسي عبد الكريم والاستاذه سميره والسي نبيل. ما عرفتش انا واش ناقشتوا داك الجزئيه ديال الفضيحه اللي كانت البارح ولا ديال الرضاع والاطباء الصينيين وديك الكارثه. ما عرفتش واش ناقشتوها ولا تحدثتوا فيها ولا 2 مليون ديال الرضاع ساهمت فيهم الصين. سبحان الله. هاد المساله ديال شتي داك التصريح ديال سي عبد الفتاح
اين هو ديال هذا ديال الرباط ديال ساي نشوف تصريح ديال الرئيس الصيني ساي هذا التصريح نشر في القناه ديال سي تي في الرسميه الصينيه. شفتو خطير هذيك المساله، خطيره ديال بصح. هو ما كاين والو، هي المؤشرات على انه راه كنتكلموا على خرده، ما كنتكلموش على دوله كثيره زعما. انا ولا هادشي بالنسبه لي من نافل القول، ما بقينا كاع محتاجين الادله عليه وشكون غيهضر وشكون ما غيهضرش. هو براسو تبون اكثر من مره كيعترف بانه راه ما كنتكلموش على دوله، راه كنتكلموا على خرده. السي عبد الكريم دير اخويا تدخل ديالك واحد السي فتح معنا مرحبا. لا انا المهم غير كيما السي محسن، هو السي محسن التحق تا هو التحق. غادي يشد معنا السي محسن الحوار يكمل معنا. تفضل السي عبد الكريم. مرحبا ودي السي نبيل. ديما كنجي شويه معطل، انايا كنجي ديما معطل. لا معليش لا انا مرحبا السي كريم. مرحبا، كي داير دكتور؟ لا انا المهم ندير واحد الملاحظه بسيطه. صراحه والله العظيم هاد الطريقه اللي كيتكلم بها السي منار الدكتور ديالنا والاستاذ ديالنا المحترم، ربما غادي تصبح بالنسبه لنا حنايا السي عبد الفتاح والاخوان غادي تصبح واقيلا اسلوب. علاش؟ لان انا اكتشفت واحد المساله، وربما واقيلا قد اكون على صواب او اكون على خطا، هو ان الخطاب الاكاديمي العلمي ما بقاش كينفع مع هذا القوم. هادو خصهم ديك الكوميديا السوداء وتمرها منها واحد. لا ولاد صراحه هي احسن من، لان والله العظيم بالتجربه هذا الخطاب الاكاديمي العلمي متعب مع هذا القوم. انا قلتها، انا والله العظيم تنحس براسي. قلت لهم البارح، قلت لهم شي الجزائريين خلاوني ندم حتى قريت. كنت عاد التريسيان احسن، ندم حتى قريت. لانني كتحاور مع هاد الناس كتندم انك قريتي، لان انت كتناقش بواحد المستوى اكاديمي، كتسرد الارقام والاحداث والمعطيات وكتجيب الادله، وكيجي هو ما كانش منها وتيبراكي لك. كتكون كتهضر بشي وتيقول لك استاو مليليه. هادشي راه كنا كنهضروا في اتجاه، يعني ان هذا الخطاب ديال السي منار والله العظيم هو الاصلح لهذا القوم. دير معاهم الكوميديا السوداء وسخر منهم، لانهم هما قال لك لانهم وضعوا نفسهم موضع السخريه. وكما قال الاستاذ، راه انا كنقولها دائما، الجزائر ليست دوله، الجزائر تجمع بشري، ستا مونتاج فرونسيز. يعني فرنسا دارت واحد التركيبه، دارت واحد المونتاج، وهذاك المونتاج غير متجانس لا تاريخيا ولا جغرافيا ولا عرقيا ولا والو. هذا المونتاج هذا مصير انه غيتفتت لانه راكب عوج. لكن هذا واحد التجمع بشري، عندهم جيش وعندهم رايه ونشيد. هذا هو الجزائر، تجمع بشري وجيش وواحد العلم وقسمان. هذا الشيء ديال الجزائر. وكما قالوا الاخوان اللي عقلتها السي نبيل، هذه واحد 5 سنوات تنقول لهم اودي الدوله تجاوزنا ذاك في حضور الدكتور السي فتاح، تجاوزنا المفاهيم التقليديه للدوله اللي هي المكونات ديال الدوله. الان هي مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وحضاري ورياضي. هو السؤال اللي كنطرحه دائما على الجزائر، واخ نبيل هو شاهد، دائما كنطرح لهم السؤال: اين هي مشاريعكم؟ شنو هو المشروع السياسي، المشروع الرياضي، المشروع الثقافي، المشروع الصناعي، المشروع الحضاري؟ دولة لا مشروع. المشروع الوحيد اللي كما قالوا الاخوان، اذا نحن هنا كنتقاطعوا، المشروع الوحيد هو حدا المروك والصحراء. يعني نهار يتحيد الملف ديال الصحراء ينتهي شيء اسمه الدولة الجزائرية، ووجودهم هو الملف ديال الصحراء. واسمحوا لي انا طولت. لا معليش سي انس، بغيت تقول شي حاجه للسي فتاح قبل ما واول شيء انا من قبيل وانا كنستمع الصراحه مداخلات كلها في محلها. غير هو كنقول السي عبد الفتاح النعوم، راه قبل قليل كنت كنشوف يعني داروا لقاء في القناه ديال اسرائيل 24 وما كنتيش تما، البلاصتك خليتيها.
لان هذاك يعني صراحه هذاك السلقوط، هذاك المعتوه. هذاك كتعجبني فيه لانك كتربيه يعني لانه هو دابا اش كيدير، هو دابا ما كيناقش، هو كيطيح المستوى ديال النقاش، تماما. كيقاطع المتحدثين، يخرج على الموضوع. شكون هذا فيهم؟ واحد السلقوط من واحد. وبالمناسبه راه ما عنده حتى علاقه ببوليزاريو، هو راه تكني، هو ماشي تماما. با ساخط عليه با. انا راه كنجبد ليه مصارنو، كنقول ليه شنو كاين. تيلعهم ياك ولد قليميم هو. ولد قليميم تكني، انت راه تعرف هذا الشيء سي محسن. با راه ولد العابدين، راه تيقول لي ولد العابدين، با راه كاين في العيون سي. هو ساخط عليه. ايوا با هو كيقول لي ولد العابدين. انا واحد النهار قلتها ليه، قلت ليه ولد العابدين، قلت ليه هو كيتزعزع، كنجبد ليه سميت با. هو با هو عمو كانوا في هو انا من خلاله يعني داك الشيء اللي كنقول ليه ديما وكنجبد ليه التكنه، وهذا جبت لهم مشكل داخل في المخيمات، لانه بداو كيوصلوني داك الاخ علي باريش، راه كيعرفوا سي هرباز، وخصك شي نهار خصك تطلع معاك سي علي باريش، خصك ويلي الله عاودي انا راسي دخلتيه اليوتيوب، خصك تجيبو حتى هو التيك توك. لا باش كان باش دخلت في اليوتيوب. لا هو تيقول هادشي، هو تيقولها ولا تنقولها. علي باريش هذاك خويا عزيز عليا. لا هو تيقول، شوف هو تيقولها وحتى انا تنقولها. انت دخلت عدد ديال الناس بما فيهم انا والصنايبي وكلشي دخلتيهم اليوتيوب. تبارك الله علي. علي باريش داكشي اللي كيدير انا المهم شنو دار، واحد المره صيفط ليا هو واحد الاوديو. هو عرفتي هادشي ديال الاوديوات والتسريبات ديالهم وكذا، هو متبع مزيان في هادشي. ولاو كيناقشوا لداخل في المخيمات، تيقول عبد الفتاح ناعوم كيقول داك الطفيل، تيقول ليه انت تكنيش علاقتك بالبوليزاريو، وهو شغلو هو اصلا يهضر على علاقه الرقيبات بالتكنه، وحنا الرقيبات مع التكنه درنا معاهم، وواخا كنا معتقلينهم راه من بعد ولاو معانا، والتكنه حتى هما راه باغيين ينضموا لينا، ونهار غادي كيقولوا هما المشروع باقي كيتوهموا يقسموا المغرب وبيأسوا قال لك هذيك الجمهوريه ديال البلوط ديالهم، وغيضموا التكنه حتى هي، قال لك تكمار وغيتباع عمران وداكشي كله غادي يزيدوه حتى هو الجمهوريه البلوط. تخيل معايا، وهذاك النقاش تفتح عندهم بسبب انني كنجبد هذاك النقطه، كنجبد هذاك المعتوه فين ما تيهضر ولا كذا سميتو، كنقول ليه انت تحديدا واش البوليزاريو، واشنا هو هيئه ديال المحامين، واشنا هو جمعيه ديال الممرضين. البوليزاريو تنظيم انفصالي في واحد البلاصه، وهاد الناس اللي خاصهم ينتميو ليه يكونوا كينتميو لهذيك البلاصه. انت ما كتنتميش لمنطقه النزاع، اش داك تهضر بسميت بوليزاريو؟ انت وابي بشرى البشيري علاش كتهضروا بسميت بوليزاريو؟ لا علاقه لكم بالساقيه الحمراء وادي الدهب. وابي بشرى البشير رقيبي، ولكن ما كينتميش الساقيه الحمراء وادي الدهب في موريتان. اش بينه وبين هادشي؟ فالبوليزاريو ماشي تنظيم ديال المحامين، ماشي نقابه ديال الفنانين. لا قلت لي واش بوليزاريو، بلاتي سي محسن، قلت لي واش بوليزاريو واش حركه اصلاح ديني اللي جا في العالم تجيبوه ينتمي لكم؟ راه ماشي نتوما، ماشي كالفن، راه ماشي ابراهيم غالي هو لوتر ولا هو كالفن اللي جبتوه غادي تجيبوه تدخلوه معكم البوليزاريو وصافي، وعندكم عادي عابرين للاجناس نتوما والقوميات واللغات والثقافات. تنظيم انفصالي باغي يدير دوله في واحد البلاصه معينه، على الاقل من باب يعني شوي الحد الادنى الناس اللي كيهضروا بسميت بوليزاريو يكونوا كينتميو لهذيك منطقه النزاع. انتما جيب لي واحد يعني كينتمي لقليميم، شوف طاح فينا هي وشوف قليميم فينا هي، وجي كتهضر بسميت بوليزاريو باي منطق؟ انا هادشي تنقول ليه وراه كيعرف، ودرت لك مؤسسات ودرت لك كذا ودرت معاك. نقلت لك التجربه ديالي، نقلت لك التجربه ديال الدوله، نقلت انا عندك زين. يعني انت غطالبوا بالاستعمار، هو كيطالبك بالشكر، ما كيطالبكش بالاعتذار، كيطالبك تشكر، خاصك انت تشكرو. يعني مثلا الجزائر خاصها تشكر فرنسا، هي اللي صوباتها وبناتها ودارت فيها المعمار ودارت فيها هذا سي. والا شنو كانت الجزائر؟ كانت من 180 قبل من 1830، وبناتها مات فيها فرنسا. وبناتها طبعا بناتها يومنا هذا ما طبعا هادشي اللي كاين. فبالتالي هذه المبادئ اللي كتناقش بهذه الطريقه، الا قلبتي مثلا الكتب ديال الفقهاء القانون الدولي بحال براونلي ولا بحال الكتب ديال الكبار، يعني العقول الكبيره ديال القانون الدولي ديال الفقهاء الكبار، ما كتلقاهمش عندهم هاد الهضره هذه، ما كتدور عندهم في الكتب ديالهم. ما هما اللي كيناقشوها بواحد المنطق اللي كيقول لك اودي انا بعض الدول كتمسك بهذا الشيء، ولكن ما عنده حتى شي سند، ما عنده حتى حجيه، غير قابل للتطبيق، شي حاجه اللي مستحيله. غادي تقول حدود الموروثه على الاستعمار، شكون قال لك عاد ثانيا ملي كتكلم على الاستعمار، اشنو هو الاستعمار بالضبط؟ هذا منطقه دكتور، هذا منطقه.
تنطيق واحد ديال بلاتي الاستعمار. اشنو الاستعمار واش كان كيدير في الحدود؟ الاستعمار كان كيضم كيلصق. الى الحدود المورو تاع الى بغينا الحدود المورو تاع الاستعمار، علاش انت بالضبط خاصك تلزمني باخر ما كان فيه الاستعمار من حدود؟ نبدا معك انا بما بدا به الاستعمار من حدود. الحدود المورو تاع الاستعمار واخا فرنسا دخلت الجزائر في كانت في الشمال على البحر الابيض المتوسط، هذيك هي دولتك صافي. هذه الحدود المورو تاع الاستعمار. هذا دكتور هذا المبدا اللي قلتي هذا اكثر حجيه من داكشي اللي تيقول اكثر حجيه. لا هو دابا لا كيقول العوده الى ما كانت عليه الحال. حتى النزاعات المدنيه ترجع الحاله الى ما كانت عليه. الى ما كان عليه الوضع، الى ما كان عليه في الاول. تمام. انا ما غادي ماشي بمزاجك انت غادي تقول لي الحدود المورو تاع الاستعمار، ملي نقول لك فين هي الحدود المورو تاع الاستعمار تقول لي هي الحدود الفلانيه. اخويا هذه الحدود الفلانيه مثلا الاستعمار اصلا جا فرضها بالقهر بالقمع بالتدخل العسكري. هو فرضها، ما احنا ما قابلينهاش اصلا. الناس هذيك الساعه ما كانوش قابلينها، ما عمل تشاور الاستعمار باش يدير هذيك الحدود. كتقول ديمقراطي وكتامن بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ما عمل تشاور الاستعمار باش يصنع هذيك الحدود. وعلاش الاستعمار غديروا مرجعيه؟ علاش ما ديرش المرجعيه؟ هي الروابط القبليه وروابط القرابه وروابط الدم والمصاهره اللي هي اكثر اصاله واكثر قوه واكثر كذا. بعد السي عبد الكريم، بعد اللي كيتكلم على كيتشدق بالشعارات ديال القوميه والانتماء العربي والاسلامي وكيتشدق بهذه الشعارات، راه من العيب والعار انه يذكر كلمه الاستعمار ولو في قوس ولو في جمله مفيده. من العيب والعار انه يدير الاستعمار مرجعيه ويتشدق به ويدير به. تمام. الحدود المورو تاع راه عنده في النشيد ديالو يا فرنسا، يعني ان حتى هذيك سميت هذيك الساندرو في اطار نزاع قانوني امام المحاكم الدوليه. الا بغينا نتجاوزوا هاد التخربيقه ديالهم ديال الحدود المورو تاع الاستعمار. المغرب كدوله يوم دخلت الحمايه دخلت في اطار اتفاقيه دوليه. طبعا اتفاقيه تعاون. اتفاقيه تعاون يعني الاتفاقيه ديال مارس 1912 راه فيها يعني دخلت فرنسا بناء على واحد الاتفاقيه مع واحد الدوله باطار واحد الحدود معينه. طبعا. اما منين دخلت الجزائر ما دخلت على حتى واحد، ما كاين حتى واحد، ما كاينش مور الدار. حنا بعد عاد ملي دخلت لقات واحد الحكومه اللي كيقولوها وثيقه راه كيقولها اليوطي في المذكرات ديالو اللي يقول لك ملي مشينا للمغرب لقينا دوله برئيسها بديوانها بقائم بحكومتها بوزرائها بجهازها الدبلوماسي بتمثيليتها على برا بسفرائها بجهازها الاداري بتقاليدها بقوانينها باعرافها بشرعيه المجتمع موافق يعني ساند هذيك الدوله بالترابط بشي دوله اللي هي جايه مركبه على المجتمع، لا هي من باطنها خارجه من رحم المجتمع. كيقول اليوت هذا الشيء، كيقول لكم ملي مشينا للجزائر وجدنا الغبار فقط لم نجد شيئا. المذكرات ديالو وجدنا الغبار. دابا من الناحيه القانونيه عندنا جوج ديال الاطراف. طرف جاء دخل الاحتلال الفرنسي لم يجد شيئا، لم يجد مالك بالمفهوم ديال القانون المدني. غنحيلوا على القانون المدني. لم يجد مالك، ما كاينش واحد اللي عنده صكوك الملكيه. دخلتي لدوله اخرى اللي هي المغرب لقيتي مالك وعنده صكوك الملكيه وتصرفتي في المجالين بجوج، لا المغرب ولا الجزائر. اذا اللي عنده حينما ندخل في اطار النزاع القانوني ونديروا الاحاله على القانون المدني، ارى لي ولا خصك نعطيك وراقي، انت اصلا ما عندكش وثائق باش كتثبت هذيك اللي عندك، في حين ان هذيك اللي عندي انا عندي ما يثبت من واحد الملايين ديال الوثائق اللي كتثبت بان راه عندي. انت غنازعك في هذيك اللي عندك 500 كيلومتر مربع اللي لقات عليها فرنسا. دابا هما هذه القضيه علاش كينقلوها دكتور؟ علاش كينقلوا المعركه الخارجيه؟ لان عارفين لا راه دابا الا بغاو يتكلموا في هذا الشيء مثلا راه الاستفتاء، مشروع الاستفتاء راه المغرب في 58 عارض المشروع ديال كان مشروع فرنسا ديال تقسيم الجزائر على جوج ديال الاقسام. كانت غدير قسم هو القسم اللي دير فيه الاستفتاء، وقسم وتعتبره قسم فرنسي لا استفتاء فيه، ما فيش استفتاء كاع نهائي. وهذا كانوا عندنا 3 الاقاليم عمليا.
جوج اقاليم اللي هما في الجنوب بغات تخليهم هذوك الفرنسيين لا استفتاء فيهم، ما معنيينش بهذاك المشروع بايفيان كاع داخلين فيهم الغاز والبترول. اللي فيهم الغاز والبترول والصحراء وفيهم كذا وفيهم سميتو هادشي كامل. داك الشيء اللي في الشمال دير لهم استفتاء. دابا هكا والمغرب عارضه هذا المشروع، المغرب هو اللي عارض هذا المشروع. علاش المغرب عارض هذا المشروع؟ لانه المغرب كيقول لفرنسا اساسا شكون عطاك الحق انك تجي تقولي ان هذه الارض فرنسيه لا استفتاء فيها، في حين انه عندي انا اراضي ديالي تما عندي نزاع معاك عليهم. هما موضوع اتفاقيات وموضوع خلاف بيني وبينك. فالمغرب اساسا جورني متى هو طارح المساله الشرقيه راه من 58. راه كاينين راه عندي نصوص في يعني في الارشيف ديال الامم المتحده بالتفاصيل ديال انه حتى اكثر من ذلك التجارب النوويه اللي كانت كديرهم فرنسا في الصحراء ديال الجزائر، المغرب هو اللي عارض هذا الشيء. كان كيدير احاطه الامم المتحده كيعارض التصرفات ديال فرنسا في هذاك الاقليم، كيقول لهم ما عندهاش الحق فرنسا تصرف في هذاك الاقليم. مشى الصوت سي عبد الفتاح، سي عبد الفتاح الصوت كتسمعني؟ انا راه صافي سي عبد الفتاح كنشكرك بزاف. لا خويا الله يسلمك، كنشكرك بزاف ونتمنى لك ليله سعيده وشكرا على اللقاء. كاين معنا سي محسن يكمل الجام والسي المغربي والسي الهوتي. سي نعم باش نشد عليك لا روليف، انا راه معكم من الاول متبع. ما بغاش يدخل هو حيت عارف فاش كيتلاقاو كيقول لك اودي لا كاين دابا سميتو كان السيمانه كان السيمانه تبعنا ذاك النقاش، وانا غادي نكمل غادي نتفاعل معاه. خلي استناعهم بعدا نقول ليه ليله سعيده، نتمناو ليه ان شاء الله سي محسن. وغالبا غادي تبعنا هو غادي يكون حاط دابا التليفون ويتكى لانه خصو ينعس، ولكن يخلي لا ماشي غادي انا غادي ندير لان تقريبا شي يومين ولا 3 ايام ما درت حتى شي حاجه في اليوتيوب. غادي ندير واحد شويه مع الاخوان ديال اليوتيوب على هاد المواضيع اللي باقي ما عالجتوش معاهم، وغادي نمشي نحاول نعس لانه غدا غادي نفيق انه راه كنتكلموا على مشروع ديال اللقطاء، ماشي مشروع انفصالي ما عندوش الخزان البشري. راه علاش كيجيبوا ابي بشرى البشير ويجيبوا اللقطاء من مالي ويجيبوا اللقطاء من موريتانيا؟ علاش؟ ما عندهمش الخزان البشري. الخزان البشري ديالهم ناضوبه يعني تم يعني معرض للنضوب. ما عندهمش الناس اللي هما ولاد الرقيبات الشرفاء الاحرار الوطنيين المغاربه بعدوا من المشروع ديال الانفصال من اواخر السبعينات. الناس راه كاين اللي تورطوا في داك الشيء ومن بعد عطاو اتساع. مصطفى الوالي السيد راه تقتل لانه غير موقفه. علاش دابا كيديروا خط الشهيد من بعد؟ لانه كيعتبروه شهيد ديال الموقف. قال لهم ودي سمح لنا حنا ما هزيناش سلاح على اسبانيا باش في الاخر نولوا هازين سلاح مع خوتنا. مازال قال لي ما عندنا شي خلاف ولا شي مشكل سياسي ما غنناقشوش بهذه الطريقه هذه. هاد الناس هادو اللي كاينين دابا لقطاء مرتزقه مجرمين شداد افاق لا علاقه لهم لا بسياسه ولا بحتى حاجه. هذاك السلقوط اللي كيجيبوه انا بالنسبه لي مزيان، خصهم يكثروا من ذاك النموذج. انا بغيت يولوا منه شي 10 لانه كيعطيك يكشف الوجه القبيح ديال ما كنهضروا. واحد ما كيميزش. واحد النهار قلت ليه والله العظيم قلت له انا كنعتذر للمشاهدين، الناس جالس كنشرح لهم في الامر الرئاسي التنفيذي والقرارات الدوليه ومجلس الامن، وجالس كنهضر مع واحد ما كيعرفش ما كيفرقش اليونيسيف من اليونسكو. كيهضر على اليونسكو بالنسبه لي بحال قلت انا كنعتذر للمشاهدين في الحقيقه انه كنهضر مع واحد كيهضر معايا في القانون الدولي، كيهضر معايا بنانسي عجرم، المرجع ديالو هو نانسي عجرم. راه والله العظيم لا كنعتذر للمشاهدين زعما. دكتور راه واحد المره صبنوا واحد المصري هذاك قال لي هذاك عرفتو صديق ديالي هذاك قال لي سبو قال لي انت كلب وقال لي كذا. المصريين عندهم داك الشيء قال لي هذاك عايرو. انا ما نعايروش ما عمرني نعايرو، ولكن انا ملي تنقول ليه مثلا ملي قلت ليه واحد المره قلت ليه ايها الغر انتي، هو يقول لي هذاك المذيع قال لي لا رجاء بدون سب. قلت له يا استاذ الغر ماشي سب، الغر توصيف لغوي للطفل الصغير الذي لا يدري ما الذي يقول انت. انا ما كنعايروش تنقول ليه علاش فكرتيني في هذه القضيه. فكرتيني في هذه في بزاف المدرسه المشايخ باش قال لي انا ما غاديش ما نضربوش فيه، راه غادي نعلموا الادب علموا الادب مزيان. علموا هذاك ديال سعيد صالح قال لي انا ما نضربوش انا نعلموا الادب. هما دابا المصيبه ديالهم هذاك خينا ملي ما تنكونش انا وتيجي يكون شي واحد اخر كيدير ديك الاساليب ديالو.
انا جرب يدير معايا داك الشيء. وتا السيمانار واحد النهار شدو تا هو مرمدو، تا هو واحد النهار سيمانار تا هو شدو شتف عليه. قال لي ديك الخرقه كان عاقل كاع ديك الخرقه اللي مورا قال لي خرقه وكذا. وواحد المره عاود شتف عليه قال لي هس الكوط كاع، قال لي هس الكوط وكذا وشتف عليه واحد الشكفاني ديال هذا. هذاك ما ديرش النقاش، هذاك خاصك تسلقط معاه. وفي المناظرات بعض المره خاصك تسلقط شويه لكن الطرف الاخر سلقط. ما يمكنش هو كيتسلقط وانت لانه ولا تجاوز الحدود نوقفوا اللقاء تحمل المسؤوليه للقناه. هي هو المصيبه اللي كاين، هو انه حتى واحد ما كيبغي يطلع من البوليزاريو دابا يهضر، راه ولا عنده واحد المشكل. عمرك دابا شكون كيهضر في البوليزاريو؟ كاين هذاك الدري اللي في العيون، هذاك محمد ميار. هذاك ميار هذاك كاين في العيون، كاين في ذاك في حي، كاين في معطى الله. وانا كنهضر مع واحد النهار في هذيك القناه وقلت ليه اخي محمد، قلت ليه انت شريف رقيبي، انا كنعرفو لانه هو معروف في هذيك المجموعه ديال اللي كاين تما. قلت ليه واش عا كتعرف جدك الاكبر اللي هو مولاي عبد السلام بن مشيش، راه مدفون في حدا قصر كبير، راه ما تيليشارجيناهش، راه ما هزوش المغرب نقلوه من الواتساب عبر الواتساب وحطوه في حدا قصر كبير. راه ملي كتقلب ملي كتلقى ولاد عمك في الرحامنه ولاد عمك شرفاء رقيبيين في الرحامنه وفي مكناس وفي وجده والمغرب كامل الاشراف رقيبيين وفي بني ملال وفي مراكش هادو راه ما تيليشارجيناهمش، راه ما جاش المغرب هزهم في البراوط وداهم حطهم تما. الناس راه قرون وهما محافظين على الروابط الحيه وكيمشيو ويجيو بدو رحال وكيتحركوا. ولاد عمك ما تقدرش تنكر عليهم انهم هما اشراف رقيبيين ولاد عمك. راه ما يمكنش انت تجي باغي تقسم المغرب على جوج وهي الصحراء هي والمغرب ما كاينش فرق بيناتهم نهائيا، لا في التراب لا في الهواء لا في الناس لا في المجتمعات لا في الانساب لا في المصاهره لا في اللغه لا في الادب لا في حتى حاجه. ما عندناش ما كاينش فرق بيننا بين قبائل المغرب كلهم بحال كلهم مرقمين مع بعضياتهم ومحافظين على ديك الروابط وديك الروابط القرابه والروابط المصاهره والدم والعمومه وهذا. فما غاديش تخربق انت في هذا الشيء بين عشيه وضحى، لان الصبانيه كانت تما. واش هذا المرجع هذا اللي جبتوه؟ اش هذا المنطق؟ شكون قال لك انا مبدا غير قانوني لا يلزمني؟ ما كاين حتى شي اتفاقيه ما كاين حتى شي حاجه تجيبوا انت تنزلوا عليا لان الجزائر دعمك وكتقول لك راه الحدود المور تاع الاستعمار. وشكون هو الاستعمار؟ فين عمرنا حنا اعترفنا بالاستعمار؟ علاش قاومنا هذا الاستعمار ملي غنعترفوا به؟ دابا المنطق ديال الحدود الموروثه عن الاستعمار صراحه عن النقيطه هذه باش تشوف التناقض العجيب. هو كيقول لك الحدود الموروثه عن الاستعمار وكيفتخروا بهذا المبدا، ولا جينا طبقنا هذا المبدا على الصحراء المغربيه على الاقاليم الجنوبيه ماشي المغرب ماشي دابا ورد على الاستعمار. يعني شوف ولم يضعه كشرط من الشروط، ولكن جاء بمبادرة من رئيس الحكومة الإسرائيلية. منين جاء هذا الاعتراف وجاء البلاغ ديال الدول الملكية؟ اليوم تجي الرسالة الملكية اللي كترد على هذه العملية وكترد عليها بطريقة دبلوماسية، وفيها واحد المسألة ديال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هاد الناس قدموا واحد كما كنقولوا واحد الاعتراف يعني مشروع، هو اعتراف يعني يؤكد الحق المغربي واحقيه المغرب في الصحراء. فالمغرب قال لهم بانه هذه المساله هذه غادي تجعلنا اننا هذه الديناميكيه اللي كاينه في العلاقات واللي فيها مجموعه من الشراكات على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى العسكري اننا ننقلوها لمستويات اخرى. وهذه المستويات الاخرى غتجسد في واحد جوج ديال الاحداث. اولا الحدث الاول هي الزياره ديال رئيس الحكومه الاسرائيليه التي سيتم تنظيمها. ثاني المغرب كيوضع الشروط ديال تنظيم هذه الزياره وفق اجنده ستحددها الاليات الدبلوماسيه بين البلدين. هذه المساله الاولى. والمساله الثانيه كاينه الاليه اللي قال السي عبد الرحيم منار سليمي هي ديال قمه النقب التي كان المغرب يشترط عقدها في
مدينه من مدن الاقاليم الجنوبيه، وغالبا غادي تنظم هذه القمه في مدينه الداخله، والتي قد ستصادف كما قال الدكتور عبد الرحمن الناصليمي ستصادف ربما فتح قنصليتين لتجسيد هاد الديناميكيه. وكما قلنا فتح القنصليات يرتبط اساسا بتطوير منصات اقتصاديه مشتركه، وهذه المنصات الاقتصاديه غيكون فيها استثمارات لا من الولايات المتحده الامريكيه ولا من دوله اسرائيل، خصوصا مع الميناء اللي كيتبنى حاليا في مدينه الداخله، الميناء الاطلسي، والذي سيكون واجهه مع منطقه حره، غتكون ثاني منطقه حره ديال التجاره في النواحي ديال الداخله. وهذه المنطقه غادي تكون واحد البوابه نحو تطوير يعني لي زيشونج كوميرسيون، يعني التبادل التجاري سواء مع امريكا الجنوبيه او مع دول غرب افريقيا المطله على المحيط الاطلسي. اذا هذا الاعتراف هذا فهو كيجسد واحد العمليه ديال التفوق ديال الدبلوماسيه المغربيه. ولا لاحظنا راه السينابيل راك لاحظتي الزياره ديال روسيا كانت فارغه، والزياره ديال قطر مشات تفوسخ، مشى فوسخوه تما وداز وهز مع هذاك الشيء دال الصين وجاهم الاعصار. وراه شفنا الزياره ديال الصين شوف الزياره ديال الصين راه زياره فارغه، يعني راه شفنا داك الشيء ماشي غير دار اعصار، دابا دار اعصار ومشى جبد معاهم الموضوع ديال بريكس. لا شوف الموضوع ديال بريكس جبد الموضوع ديال بريكس من هنا جنوب افريقيا. بوتين يقول لهم راه ما عنديش البريكس، علاش؟ لان كاين داك المذكره الدوليه وخاف يتشد، عرفتي ديك خربها من كاع الجوايه تبون. شو الموضوع ديال البريكس السينابيل حنا ناقشناه شي 2 المرات ولا 3 المرات. 3 المرات ناقشناه. هو شوف داكشي في المحصله. الموضوع ديال البريكس انتهى فيه الكلام، لان 2 دول مؤثره في البريكس اللي هي البرازيل واللي هي الهند، فهم عنه صراحه انهم كيرفضوا انضمام دوله ما فيهاش الشروط. وحنا تكلمنا سابقا ما كاينش نعاودوا نكرروا نفس الكلام. الشروط ديال الانضمام البريكس راه معروفه وناقشناها اكثر من مره. اذا شوف انا تنقول لك اشنو هو المكتسبات في هذا الشيء. واحد القضيه اللي انتبهوا لها الاخوان، انا راني دخلت للموقع ديال الوزاره ديال الخارجيه الصينيه وشفت البلاغ اللي خرج، وشفت حتى داك الاعلان المشترك راه لا علاقه لداكشي اللي كيتنشر في الاعلام الجزائري مع داكشي اللي مكتوب في البلاغات وفي الاعلان المشترك اللي دار. واش دابا انت غادي للصين كامله، غادي للصين باش الاعلام ديالك يخرج بانه راه الصين تتوافق مع الرؤيه الامريكيه في عمليه ديال تقرير المصير؟ راه يعني انت خاسر هاد ديبلاسمون، كما كنقولوا خاسر ديبلاسمون باش كون غير كان داكشي صحيح. هذاك الشيء اللي تكتب في الاعلام الجزائري وفي القناه الدوليه الجزائريه بالخصوص فلا علاقه له مع ما جاء حرفيا في البلاغ، سواء البلاغ المشترك اللي دارته الصين والجزائر، ولا كذلك بيان وزاره الخارجيه الذي اعلن عن مخرجات ديال هذه الزياره التي في الواقع لا تمثل شيء. الا جينا نشوفوا كلها تمنيات واماني، وهذا الشيء اللي كاين. يعني الجزائر رحنا ديك المره في اللايف السابق مع السي نعوم والسي صنيبي تكلمنا على انه ما كاينش شي دوله عندها تخطيط استراتيجي وعندها عقلاء في النظام ديالها ممكن لها ان تضحي بالمستثمرين ديالها وتصيفطهم للجزائر، اللي الجزائر حتى راه شركات مجموعه من الشركات الصينيه، وراه كانت الشهاده ديال الدكتور صنيبي ما تيتاداوش لهم حتى الفواتير ديال الخدمات اللي كيديروا. اذا شوف، اذا حنا دابا غير باش نقارنوا اعتراف اسرائيلي باثار سيكون على مستوى الدولي وعلى مستوى غيشجع مجموعه من الدول انها تخرج من المنطقه الرماديه، وغنقارنوا هاد الزيارات المكوكيه اللي كيدير تبو. اي واحد عيط عليه غيمشي عنده، راه واخا عيط عليه شي واحد ما مسالم في الدين غيمشي عنده، راه ما عنده ما يدار، عايش الطياره وغيمشي. ولكن في المحصله راه هو لا يحقق شيئا لا للجزائر ولا للجزائريين، والجزائر كما قلنا ستستمر في منحى تراكم الفشل المستمر. وغادي نفتح المجال للاخوان باش ما نحتكروش الكلام مع السيناب. الراي المغربي تفضل اخويا. السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على محمد. تحية طيبة لكم من مدينة الداخل أقصى الأقاليم الجنوبية بالصحراء الغربية المغربية تاريخيا وحاضرا ومستقبلا،
أنوه إلى استخدام بلاغ القصر الملكي لمصطلح الصحراء الغربية حتى ينتبه إليه الإخوة المغاربة، وننزع استخدام هذا المصطلح من قبيل الذباب الإلكتروني في الجزائر وأيضا الإعلام الجزائري الذي يوهم المتابع لهذه القضية على أن مصطلح الصحراء الغربية هو تعبير عن أن هذه الأرض ربما ليست مغربية، والحقيقة الإخوة الكرام أن هذا المصطلح هو مصطلح جغرافي. سأبدأ من حيث انتهى الأستاذ محسن حينما تحدث عن الإعلام الجزائري وتغطيته الإعلامية لزيارة رئيس الجزائر إلى الصين. الإخوة الكرام، في الإعلام الجزائري ورد النص التالي: بخصوص قضية الصحراء الغربية أكد الجانبان دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لا سيما القرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يكفل للشعب الصحراء الغربية تقرير مساره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ بيتاق الأمم المتحدة. وهذا الأمر لم يذكر حقيقة لا في البيان المشترك أو في البيان الختامي. والذي جاء في البيان الختامي الإخوة الكرام والمنشور على موقع وزارة الخارجية الصينية يقول: بخصوص قضية الصحراء الغربية أكد الجانبان دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لا سيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. فقط هذه الفقرة التي أتت في البيان. ولكن دائما يتماشى الإعلام الجزائري في إطار بروباغندا تنويم الشعب الجزائري المغلوب على أمره مغسول الدماغ محدود الدخل، والذي يصدق كل ما تكتبه أعلام النظام في الجزائر. الأخوة الكرام، أعتقد أن مسلسل الاعترافات الدولية خصوصا من الدول الوازنة بسيادة المغرب على أرضه، هذه الاعترافات لديها قيمة سياسية كبيرة تزكي الطرح المغربي وتدعم الدول الأخرى، خصوصا الموقف الفرنسي الذي يحاول دائما الوقوف في منطقة الظل وعدم الخروج بقرار واضح وسليم. لكن أعتقد أن الإخوة الكرام هذه الاعترافات خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بالمناسبة أكد اليوم المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية في إطار تجاوبه مع سؤال لأحد الصحفيين أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تعترف بسيادة المملكة المغربية على أراضيها، وأن هذا القرار لم ولن يتغير. وأعتقد أن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء هو في إطار اتفاق ومصالح مشتركة وليس لسواد أعين المغاربة. لذلك أنوه الإخوة المغاربة من وجهة نظر المتواضعة طبعا، وربما قد يختلف مع البعض، أنه حينما نتحدث عن هذه المسألة يجب أن ننتبه إلى أن لا نكون أبواقا إعلامية لدولة أخرى. نحن ندعم مصالح بلادنا السيادية والاقتصادية والتي نشتركها مع عديد الدول الأخرى، ونتفادى أن نكون ممن يلمع دول أخرى والتي نشترك فقط معها مصالح اقتصادية وسياسية. ربما يأتي يوم وتنتهي، وأنتم تعلمون القاعدة الأساسية في العلاقات الدولية أنه لا صديق دائم ولا عدو دائم. لذلك نرجو أن ننتبه إلى هذه النقطة، خصوصا في إطار تفاعل الإخوة المغاربة في مساحاتهم مع هذا الموضوع. الإخوة الكرام، القضية هي قضية يعتقد البعض للأسف الشديد ومن بعض الإخوة المغاربة الذين لا يفهمون هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء أن المغرب لديه مشكلة. المملكة المغربية ليست لديها أي مشكلة في هذا النزاع، وإنما هي تتماشى مع المسلسل الأممي لإيجاد حل لطرف آخر ينبح علينا من خلف الحدود ويتواجد ضمن أراضي الدولة الجزائرية التي اقتطعت من المغرب في إطار الاستعمار الفرنسي. أعتقد الأخوة الكرام أن الذي يسعى للخروج من عنق الزجاجة في هذا المشكل هو النظام العسكري في الجزائر، وحتى يبرر للجزائريين صرف مقدراتهم على هذه القضية يحاول من خلال بروباغندا إعلامية، ويحاول أن يجعل هذا الموضوع كأولى الأولويات لكل رئيس يتم تنصيبه من قبل الجيش. فأعود وأقول الإخوة الكرام أن المملكة المغربية قد تخلصت من ملف الابتزاز الذي كان يتبناه الدول الإفريقية ويتبناه حتى الاتحاد الأوروبي، وتوقيت إعلان هذا الاعتراف بسيادة المغرب على أراضيه هو جاء في توقيت يتماشى مع صراع كبير تقوم به الجزائر ضد المملكة المغربية والاستعانة ببعض الجمعيات اليسارية ومع الاتحاد الأوروبي والبروتوكول في مجال الصيد البحري. هذا التوقيت مهم جدا الإخوة الكرام ليوضح لكم أن الدبلوماسية المغربية تحسب بكل شيء حساب، وأعتقد أن هذه المسألة سيكون لها الأثر الكبير في تجديد أو عدم تجديد اتفاق بروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. كل التحية لكم، وحتى لا أطيل ونفتح المجال للإخوة الكرام. شكرا جزيلا. شكرا سي الرئيس المغربي، تحياتي لك.
مداخلتك دائما شيقة وممتعة ومفيدة. سي الغوتي، بعدا انت شنو سير غوتي انت فين بعدا؟ انا اخويا طفيت الكاميرا لان عييت بيني وبينك شويه. راه لا بلا ما قد ينضل الماء. وهي صافي الله يجعل البركه، راه شبعوا من الناس طلع عليهم كاع في راسهم. سي الغوتي واقيلا مازال ما كاينش، لكن حل الميكروفون سينون سي هشام من طبيعه الحال. السلام عليكم. وعليكم السلام سي هشام. قيل سي غوتي راه خارج الريزو. انس لاله سميره خليتها هي الاخرى. سي هشام الله يحفظك الاخر مدخل. شوف انا الاعتراف الاسرائيلي راني كنت جاوبتك سي نبيل بلا ما نقول الكلمه اللي قلت لي ياك. وي انا لا انا غادي نبدا من الاول، من الاتفاق الثلاثي، لان الاتفاق الثلاثي وي ما كانش فيه اعتراف ديال اسرائيل بمغربيه الصحراء. المغرب راه ما كانش كيهضر هذاك الموضوع مع اسرائيل كاع، غير باش نكونوا واضحين. ولكن لما كنجيو وكنشوفوا شنو وقع من الاتفاق الثلاثي الى اليوم، يعني عدد الزيارات ديال الوزراء وكبار المسؤولين الاسرائيليين للمغرب، وقارناها مع عدد الزيارات ديال المسؤولين المغاربه، راه لا مقارنه. الزياره ديال بوريطه راه ماشي زياره رسميه، يعني المسؤول الوحيد اللي غنعتبروه مسؤول كبير هو الفاروق. دونك كانوا الاسرائيليين هما اللي كيجيو للمغرب، ماشي المغاربه اللي كيمشيو لاسرائيل. هذه وحده. تماما. سي هشام، وهذا كيبين حنا الاهتمام ديال المغرب فين منصب. الله يرحم لك الوالدين. عاد زيد سيدي الاتفاقيات اللي توقعات، وانا ما غنهضرش على الاتفاقيات الاقتصاديه ولا السياحيه ولا هذاك، غنهضروا على اهم ما كاين هما الاتفاقيات الامنيه والاتفاقيات العسكريه. شكون انت بعدا باش تسيني معك اسرائيل بعدا انت هاد الاتفاقيات؟ شكون انت؟ راه ما يمكنش. هذا كيبين الوزن ديال المغرب والثقه في المغرب. راه باش تثق فيك اسرائيل راه هي كتثق في الامريكان، غير باش نكونوا واضحين. راه ما يمكنش اسرائيل تسيني معك اتفاقيات التعاون الامني والتعاون العسكري وتبيع لك الاسلحه غير اجي دخل بحال داخل المرجان، دخل وخذ اللي بغيتي. ما كاينش فيها الكونغرس تسنى البرلمان يصوت ولا لا والو. انا قريت واحد المقال ديال سي محسن، مازال هاد الاف 35 هشام. لا راه الاف 6 اللي طوروها الفايبر الاسرائيليين راه قريبه لهذاك الشيء. حيت هذيك حيت الاف اللي انا 35 عندها الهيبه يا صاحبي، غير ديك كتسمع ديك الاف 35 كتخلع بوحدها بلا ما عاد. المهم دونك لا كنا جايين بحال هكا ونجيو لوزير الخارجيه والتصريح ديالو، وراك عرفتي كنت حاضر السي محسن واقيلا فاش قلت لك اودي داك السيد راه كان سكران، اسمحوا لي على هذه الكلمه، راه اول ما حيا وفمو ما قال وصافي وعا كيهضر، لان داك الشيء اللي الطريقه باش او الجمله اللي قال ماشي دبلوماسيه وماشي كلام اللي يمكن يتوجه للمغرب. والمغرب راه ما كانش ما غيش على قبل الصحراء، لا راه كنرجعوا شويه للتوقيت. شنو كان واقع في فلسطين، اش كان واقع في غزه، شنو كان واقع في المسجد الاقصى. راه ما يمكنش يا صاحبي، راه ما يمكنش المغرب يحتضن القمه في هذاك الظرف. خرجتي انت مع ديك الماحيه واقيلا مشات لي هنا المغرب ناقصه شويه ولا شي حاجه كثر، خرج بهذيك الهضره. دونك غير باش نوضحوا الامور، الاعتراف ديال اليوم صراحه انا والله ما عارف علاش وكيفاش وبحالاش والتوقيت وهذا، والله ما عرفت واش هو فاق من القلبه وخرج. وكتعرف السياسه راه ما يمكنش انسان ناعس واش قاتل وخرج، راه ما يمكنش. ولكن انا اللي عجبني هو الرساله ديال جلاله الملك. الى رجعتوا للفقره الثانيه كيقول لهم بهذه الطريقه، شوف الشرفه هذيك الارض راه ديالي تاريخيا باش ما بغيتو. يعني ما الانسان كاع اللي كيجيو كيقارنوا تعاود بدوك المحللين الشرقيين وهاد الحكانيين، لا اسرائيل بلد استعماري ما عندهاش
لا شريف قال لي هذيك الارض راه ديالي، بغيتي ولا كرهتي، دين مانيير ودين اوتر، عجبك الحال مرحبا، راه ما عجبك الحال راه ديالي هذيك الارض، راه ديالنا. الا عاود قرا ديك الفقره مزيان وراه شرحها ليه. وعاد زادوا الكلمه الثانيه، زادوا الجاليه المغربيه. وانتم كتعرفوا بان الجاليه المغربيه عندها واحد السلاح وهو التصويت. راه ماشي بحال هذوك الناس، حنا راه ما كنصوتوش، ما كنعرفوش. هشام اسمح لي واخا نقاطعك. دابا انت كتقول شي حوايج وكنبغي نتفاعل معاك. مرحبا دابا ديك القضيه ديال الجاليه المغربيه راه فيها واحد الرد على هذاك مدير مكتب الاتصال اللي كان هنا واحد المره. اش قال الجاليه الاسرائيليه المقيمه في المغرب. بلاتي السي محسن بلاتي. هو يجي هذا الرد دابا راه ماشي هذوك جاليه مقيمه، راه حنا اللي عندنا مغاربه يهود مقيمين في اسرائيل، ماشي نتوما اللي عندكم. سي محسن انا راه غنجبد لك واقيلا كاع التويت، نمشي نقلب عليه ونجبدو لك هذاك كوفرين. حنا واحد المجموعه اللي جمنا عليهم بصح التويت. هذيك التغريده كتهضر عليها دابا انت ديال انا راه جيت قلت لها الشريف جمع راسك. هاد الناس اللي هنا هذوك راه مغاربه، بغى يدخل لنا شكلي والعكليه. الاسرائيليين كاين في اسرائيل، وهذوك اليهود اللي كاينين تما راه مغاربه، وهادو اللي هنا راه مغاربه. ما عقلتش واش كان معانا ديك الساعه نبيل حتى هو، ولا درنا واحد المجموعه اللي جمنا على داك السيد ومسح التغريده. لا كنت معكم هشام، كنت معكم. السيد دابا انت ما داير الظلمه، ما عارفش واش كاين ولا ما كاينش. لا موجود اخويا موجود، غير عييت شويه وصافي بداك الشيء باش بغيت نطفي الضو لان ضروني عيني، وداك الشيء علاش تظلم شويه. الا جينا لهاد الفقره هذه ولا رجعنا للتاريخ، كيف القوه يعني انتخاب التصويت ديال اليهود المغاربه والقوه ديالو في اسرائيل. ميمونه راه ضروري رئيس الحكومه كيف ما كان نوعه ضروري يحضر في شي عائله مغربيه ويحتفل معاهم في ميمونه، غير باش تعرفوا الوزن. وراه اكثر من 50% ديال البلديات في اسرائيل العمداء ديالهم من اصول مغربيه، اكثر من 50% في البرلمان اصول مغربيه. كنت كنقول 60%، كنت كنقول واحد القضيه ديما هشام ما عرفتش تتفق معايا فيها ولا لا. كنت كنقول الى اسرائيل عندها لوبي كبير في امريكان، فالمغرب عنده لوبي كبير في اسرائيل. راه عندنا اللوبي ديالنا حتى في امريكان. وي راه هو نيت نفسه اللي خدام معاك. انا واحد القضيه اللي مازال ما كنفهمهاش دابا. الجزائر كجزائر كدوله، الله يرحم غادي ننسى بلاتي غتخرج. تفضل كمل اسمح لي. يا تفضل ما عندك فينا تمشي تبقاش. واحد والله العظيم كنقرا في البيان وكنتسنى هذيك الفقره ماشي بديك الطريقه باش كتبات، مي عرفتو غادي يجبدها هو فاش دخل فلسطين. يعني شوف الشريف راه هادشي كله راه مزيان، ولكن القضيه الفلسطينيه راه شنو هضرنا وشنو قال لي بالضبط. كنتصل به في الاتصال الاول كان في لو 22 راه هضر عليه الملك، والاتصال الثاني كان لو 25 كان نهار 25 ديسمبر. عاود اكد نتنياهو الموقف المغربي من القضيه الفلسطينيه راه ما غيتبدلش وما غيتحركش. هذه ضرب بها الاسرائيليين وضرب بها كاع دوك اللي يحلوا فمهم وحكا المغرب باع المغرب شرا. دونك هذا هو الذكاء ديال ديك الرساله كامله. ومع شكون اللي هضر دابا اللي قال رفع الينا، راه حتى هذيك عندنا سي محسن قلت انا اللي قلت. سي محسن تا هو كيقلب على النقيم. هذيك رفع الينا راه بحال اللي كيهضر مع شي وزير ديال المقال ديال محسن. خصك تقرا المقال. راه بحال اللي كيهضر مع شي وزير ديالنا ولا شي صيفط الملك شبرا ولا شي. وإلا كان الشاف ديالهم ديال سميتو ديالهم جا وقال الله يبارك في عمر سيدي. كنهضر شوف هادو مسائل بديهيات اسيدي. ياك كاع هذاك اللي كيترعدوا منه هذوك ديال الشرق الاوسط باش كيسمعوا سميتو كيبداو يترعدوا. جا حتى لعند الملك الله ينصرو قال ليه الله يبارك في عمر سيدي. شو بغيتي؟ ودابا اش بغيتي ماز اكثر من هذا الشيء؟ دابا هذاك اللي شاد هذاك شنو بوست دابا عنده دابا. راه دابا شاد هو مع رئيس ما داكشي الامني ديال اسرائيل دابا اليوم. وزيد عامر بيريز اللي شاد الصناعه العسكريه مغربي ولد بجات.
هذاك هو اللي شد قال لي مول الطاكسي 500 درهم ويعيط ليه البوليس. جابو من المطار للوطيل قال لي شحال؟ قال لي 500 درهم ويعيط ليه البوليس. هذا بيريز عامل بيريز. دونك هذوك الناس راهم مغاربه ومتشبتين بمغربيتهم، وجمع راسك معنا الشيء. غادي يكون اكيد هذاك التصريح ديال وزير الخارجيه راه هو السبب ديال هادشي كامل. غيكونوا تحركوا خوتنا كاملين، كاع المغاربه اللي كاينين غيكونوا تحركوا فعلا. وانا من انا هذا الاعتراف ديال جا مباشره من بعد داك التخربيق ديال حيت انا بالنسبه لي والله اعلم، انا ما كنشوفش شي. كتعرف السي محسن بان كيكون اسباب النزول راه كاينه اسباب النزول السي هشام، كاينه حاضره بقوه. يا السيد راه ما فيهاش المغرب قال لهم اعترفوا لي باش ندير معاكم، ولا راه هما كيعترفوا باش عاد المغرب يتحرك. والمغرب وراه قلت لك السي نبيل قبل ما يخرج البيان قلت لك انتظر شي حاجه عاد جايه هاد الايامات على فلسطين. ها هي خرجت في البيان. حيت المغرب عنده شروط ديالو من ناحيه فلسطين، عنده شروط ديالو. والزياره ديال نتنياهو ما غتكونش زياره مجامله ولا حق نهضروا على استثمارات في المغرب، ولا المغرب باغي سي هشام غير واحد القضيه، اسمح لي على هذه القضيه ديال فلسطين. راه واحد المساله اللي خصنا نفهموها كاملين. راه حنا القرارات زعما المواقف ديال المغرب، الدوله المغربيه، ومني كنقول الدوله المغربيه وعلى راسها هرم الدوله اللي هو جلاله الملك، راه لا يربط المواقف ديالنا حنا كمغاربه وكدوله مغربيه من القضيه الفلسطينيه حتى بما يعبر عنه بعض الفلسطينيين المسترزقين بالقضيه والمتاجرين بها. لذلك يقولوا هذوك اللي بغاو داك الرجوب وديك المجموعه هذوك تيمشيو يدبروا على الفلوس من عند الجزائر، لكن هذوك الكبرانات حال الروبينيات شي واحد بغى يوقف ضد غايقول شي حاجه ضد المغرب ويخلصوه كما خلى نبيل اللي سال يجي يخلص ياك السي نبيل. والله دابا انا الفكره من هذا الشيء كامل. انا كنهضروا السي محسن ربما ناقشنا انا وياك هذا الشيء هو قبال، وانا وهشام راه تقريبا يوميا كنهضروا في هذا الشيء. دابا الجزائر كدوله وكنظام خسرات كل شيء، خسرات فلوس، خسرات مواقف، خسرات دول، خسرت تقريبا كل شيء. وقع عندها 500 مليار طارت، ما بقاش عندها زعما شي حاجه اللي غادي تخليها ولو شويه ديال الامل ان هذاك الحلم ديالها يتحقق واحد النهار. دابا راه سدات مدام بهذا المفهوم ديال سدات مدام. واش دابا هما بيني وبينكم دابا هما مع راسهم جالسين دابا كيفكروا مازال زعما عندهم شي ولو 0.001 ان داك الحلم القديم اللي عاشوا عليه انه شي نهار غادي يتحقق؟ يعني اي دوله عاقله فاش كتوقع هاد المواقف كلها وهاد المصايب كلها كتنزل عليها. انا دابا مثلا دوله اعتباريه بار اكزومبل، انا كنبيل هرباز مثلا كنعتبر راسي انا دوله. غادي نعطيك مثال ديال المانيا. لما المانيا خرج داك البيان ديال الخارجيه الالمانيه بداو المغاربه ديالنا كيقولوا القوه المغربيه. كنت اتصلت بالسي نبيل قلت لي الله يخليك واحد الاستاذ صاحبنا قول لي مسح داك المقال اللي كان العنوان ديالو القوه المغربيه. ياك سي نبيل عقلتي؟ نبيل جا راه ماشي كنظن نشوفوا واش معنا السي الغوتي باش ما يكونش السي الغوتي راه كتسمعنا. الغوتي جا وانا نشوف غير واش كيسمعنا ولا لا يكون. المانيا كانت جلسات قالت مالنا مع المغرب، شنو الربح اللي عندنا من المغرب والخساره اللي عندنا من المغرب. وما تنساش بان جات هذاك البيان جا في الوقيته اللي كانت ليبيا مرونه، تونس مرونه، والجزائر خلاص ما نهضروش. سكيفي بقى لي غير المغرب. خدات موقف براغماتي، صلحات الجره مع المغرب وبدينا خدامين. هادو المانيا هادو راه ماشي دوله. السي محسن هادو راه ماشي دوله. واش الجزائر راه مقاطعه في المانيا راه كبر من المغرب والجزائر. دونك هادوك الناس ما كنتسناوش منهم شي حاجه. هادو كما قلتي تا توقع لهم المصيبه وتقسموا على 16 عاد غادي يحمدوا الله تيتهرس لهم وجههم. سي غوتي ما كاينش واقيلا. سي محسن وي سي هشام راه خويا انا راه كملت ولا جوب معاه راه هو انا. شوفوا الاخت نرجس
شوف الوقت رجعت نرجع السينابيل. لا مخاصم انا وياه. هذيك شوف كيفاش كتصيفط لي في الواتساب. سمعتكش ولا سمعت؟ سمعت انا خاصم معايا هذيك شوف كيفاش كتصيفط لي في الواتساب. مخاصم مع نرجس ماشي معاك، ما سمعتينيش حتى حاولي معايا. لا مخاصم مع نرجس. لا انت ما كتقراش ليا، كنسمع ما كتقراش، وانا ما بقاش نصدع راسي معاك. كنقرا لا كنقرا داكشي كامل كتصيفط كنقرا الله يرضي. والله ونرجس تفضل سي هشام. وي انت واحد ما كاين. ها هو جا نبيل كاين نبيل. لا كنسمعك سي هشام. سي دابا هو ما بعد زيارة نتنياهو للمغرب. هذا هو السؤال، شنو غادي يوقع. اما القضيه ديال تبادل السفراء فهذاك كان نورمالمون غادي يكون في شهر 9 اللي داز، يعني تقريبا دابا راه عام. تبادل السفراء ربما يكون في اقرب وقت، يعني شهر 9 الجاي، ونشوفوا الزياره ديال نتنياهو اللي غتبين شنو كاين ما بعد اعتراف سي هشام انا اعتقد ان هذا التحليل ديالي ونقدر نكون مخطئ، ان عمليه الرفع من المستوى الدبلوماسي او التمثيليه الدبلوماسيه بين المغرب واسرائيل الى مستوى السفراء وتبادل السفراء المعتمدين غادي تمر واحد المرحله ديال واحد النقاش على خلخله جوج ديال الامور. انا تنظن ان المغرب غادي يقلب في هذه العمليه على مكاسب للمغرب. كنت كتبت انا في المقال اللي تحدث عليه السي نبيل ودابا نتقاسموا معاك، كتبت واحد التحليل وقلت بان المغرب وكان واحد الضغط في اللوبي المغربي على مستوى الكونغرس الامريكي من اجل ان المغرب تكون الدوله العربيه الثانيه اللي غتحصل على صفقه ديال الاف 35. هذه راه ما يمكنش لينا حنا دابا هما راه قدموا لنا اعتراف ما طلبنا منهم والو، ولكن راه المغرب انا تنعرف بان الدبلوماسيه المغربيه خصوصا في السنوات الاخيره ما كتعطيكش شي حاجه الا ما كانوش مكاسب، لا على المستوى غادي يكونوا مكاسب على المستوى العسكري وعلى المستوى الامني، وخصوصا في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه غادي تكون حلحله العمليه ديال القنصليه في الداخله. وتنظن ان المغرب غادي يقلب حتى على مكتسبات للفلسطينيين فيما يخص الوضع الداخلي داخل فلسطين وفي العلاقه مع اسرائيل. تنظن ان القيام ديال الرفع ديال هذه العمليه ديال التمثيليه الدبلوماسيه على مستوى السفاره ستمر بالضروره عبر هذه المراحل. نشوفوا السي غوتي بعدا راه شفتو باش ما يقولكش ما السي غوتي مشى ولا كنا لا نرجس السلام عليكم. هو السي غوتي طلع نرجس. هاي شوالا نهار كبير هذا. اشوفوا انا مشيت غبرت عندي خدمه وانتم تكثروا من اللايفات المهمه وانا كنتفرج وما قاداش نطلع وغير كنسمع. هادشي راه ماشي قانوني يا نبيل. انت دابا انت مشيتي مع تبون للصين. تحية عمي تبون، تحية الشهداء وتموت الاحياء. اش كيحضر تبون كتحضري باش ما كيكونش كتغيبي حتى انت داكشي علاش. المهم انا غير بغيت نسلم عليكم، لكم وحشه كبيره وتحياتي لكاع الناس اللي كاينين معكم في اللايف. سي الغوتي الرائد المغربي، سي محسن، انس واش نعس ما سمعتوش، لاله سميره، هذاك هشام السنوسي هذاك كيسينيالي هبطوه. سبحان الله هذاك هشام كلشي كيقول لي راه كيسينيالي وانا الوحيد اللي كنخليه والله راه هذاك راه المبعوث ديال سميتو ديال شنقريحه شخصيا. راه كان معنا اليوم راه كان سعادة الشنقريحه والتبون كانوا كيكبسوا معنا اليوم في اللايف. انا راه هذاك هشام السنوسي ما نحملو ما نقبلو، بلوكيتو في الفيسبوك، بلوكيتو في تويتر، بلوكيتو في الواتساب وكيطلع لي هنا في تيك توك ما عرفتش كي ندير ليه كاع. لا السيد هذا انا عييت ننصح فيك نبيل، كنقول لك هبطوا
المهم تحياتي لكم جميعا. توحشنا تيك توك، توحشنا اللايفات، توحشناكم كاملين. في هذا الموضوع ديال الاعتراف واسرائيل والصحراء وهذا، كنت انا غير في الفيديو ديال اليوم هضرت على داك صالح الازرق ومجموعه من الاعلاميين ديال المشرق، من داك المعتز مطر وما جاورهما، اللي في واحد الوقيته الا كنتو عاقلين كان صاحب الجلاله هضر على ازدواجيه المعايير وعلى الشركاء وعلى ان خاص تكون وضوح في الموقف ديالهم من مغربيه الصحراء. وكانوا هما في واحد الاسبوع كامل هما كيهضروا على هذا الموضوع، على ان المغرب ما استفد والو من اعاده العلاقات مع اسرائيل، وانه تقول بنا بهذا المعنى، وانه المغرب ما زعما خطوه غلط دارها، ومحدلين ما هضروا وروجوا، كانوا كياخذوا الاتصالات من عند جوارينا برك وما جا وراهم. دابا هاد الناس هادو حاليا انا جالسه حاضيهم كنشوف شنو غيقولوا من بعد هاد القضيه ديال اسرائيل انها كتعترف بالصحراء المغربيه. كنتسناهم شنو غيقولوا. غادي يكملوا يسكتوا. من الاخر الصالح الازرق كيقول لهم فلسطين قبل الصحراء. شنو هي هاد الصحراء كاع؟ هذا صالح الازرق خرج كيقول شنو هي هاد الصحراء؟ فلسطين قضيه الامه الاسلاميه، وارضنا هذيك الصحراء راه ممتده من المغرب الى العراق، هذه كلها ارضنا، وقسمتنا قسمنا الاستعمار. المهم رسم واحد الخريطه ديالو ديال القومجيين العرب وداك الشيء الامبرياليه فوالا في دماغه داك الشيء ديال النصيريه الخاويه، وبدا كيعبر. حاليا كيقولوا واش المغرب محتاج لاسرائيل، وكيفاش صديقي ديك المره كتقول اسرائيل ما اعترفتش، ودابا كتقول واش المغرب محتاج الكيان اللي هو اساسا ماشي دوله انه يعترف. غير واش ما عارفينش ان هذاك الكيان اللي كيسميوه هما الكيان هو اساسا اعترف بدوله الجزائر. هذه واش ما عارفيناش. قول انا نبيل. لا ودابا هما هذه المعلومه واش غايبه عليهم ان اسرائيل اعترفت بالجزائر؟ لا هما ما عارفيناش بان اسرائيل اعترفت بالجزائر فاش كانت هي اخذت الاستقلال ديالها. دابا الاشكاليه نرجس هادشي ردود فعل نفسيه. راه دابا واحد المساله انا نقول لك، راه شي وحدين انا خويا اللي قابلاهم هذوك الاعلاميين اللي كانوا كيهضروا انا كنتسناهم اش غيقولوا. كاين اللي كمدها وسكت، وكاين اللي بدا كيقول لك واش المغرب ينتظر اسرائيل حتى شوف خصك تعرفي واحد القضيه نرجس مهمه. اسمح لي محسن هاد الجمله الله يخليك تهضر. خصك تعرفي واحد القضيه، هذوك عايشين بالشعبويه وبالقوميه، يعني شي حاجه هذاك هو الفوند كوميرس ديالهم. صالح ازرق فاش كيطلع للناس ويهضر لهم بالشعارات وفلسطين وداك الشيء باش دير الشعبيه ديالو ودير بهذا، هو ما غاديش يجي اليوم يغير الموضوع. واش فهمتيني ولا لا؟ اذا بالنسبه لنا حنا هما المواضيع ديالهم ولا بهذا الشكل اللي هما واخدين الامور، حنا تجاوزنا هذيك المساله ديال انهم مازال كندير لهم اي اعتبار وكيهمنا شنو كيقولوا علينا، لان حنا عندنا واحد المصلحه ولا عندنا مصالحنا الخاصه. ما بقيناش حنا كنتسوقوا ذاك الاخر اللي ما حطش يدو في العصيده شنو غادي يقول. يعني هذاك الشيء مابقاش كيهمنا حنا كيهمنا شنو حنا كنديروا دابا. نبيل حنا اكيد ما كيهمناش. انا اللي كنهضر عليه هو جوارينا برك اللي كانوا كيطلعوا عند هاد الناس هادو في ديك الاتصالات اللي كياخذهم داك صالح الازرق وهذا، وكيبداو يعبروا المغرب وكذا. انا هما اللي خاصهم يفهموا، ولكن انت اش غادي نقول لك؟ احنا كنضيعوا وقتنا، راه والله ما غيفهمش شي حاجه. شواله شعب الشواله وهذا ما كاين ما شنو بغيت تقول اخويا؟ انا غير بغيت نقول واحد المساله. انا راه شي وحدين لا ما نذكر اسمائهم تناقشت معاهم، ولكن ملي كنبغي نفتح مع هذا النقاش كنقول له جوج د الحوايج. شوف، الا كنتي غتناقش معايا بالعواطف وبالمرجعيه النفسيه ديالك وانت كيفاش كتشوف، بلا ما نتناقشوا في هذا الموضوع. كنتي بغيتي تناقش معايا بالمنطق ديال العلاقات الدوليه التي لا تؤمن الا بالمصالح، نناقش معاك. ولكن الاغلبيه ديال هاد الناس هم يلعبون كما قلت يا السي نبيل على دغدغه المشاعر
وإلا ما داروش إلا هذا هو لو برودوي ديالهم في لي ميديا، هذا هو لو برودوي ديالهم في التواصل الاجتماعي. اذا راه اذا انا بيني وبينك انا بحال هاد النوع هادو ما يمكنش لك تتبعهم، ما يمكنش تستعملهم نقاش. ولكن الغوتي راه الصوت الا كان تعطيه التدخل السينابي. وين الغوتي اخويا راك هنا؟ انا مقبيله انا هنا كنصنت لك اصاحبي. وانا صاحبي راه كتكون كتهضر داخل في حوارات انت خاصه بجهه اخرى وكنقطع. لا والله ما داير شي حاجه من الصباح والمهم انا نسلم عليكم وغنهبط في حالي الاخوه. داكشي كنخكرك على نرجس والسي الغوتي وتوحشناك السي الغوتي. المهم انا غادي نخليكم انا في مدينتي الصويره. برك سيريس على نرجس وسلمي لي سلمي لي هذا زولاي تيكون شويه ديال الوقت ولبسي الجاكيطه في الليل راه يضربك البرد. لا كاين البرد دابا صراحه، الريح هنايا ولكن الجو وما نصحكش تدخلي تعومي في البحر قبل 12 ديال النهار. والمهم يلا نخليكم ونستمعوا كاملين للسي الغوتي، راه مقبلته الناس كيتسناو يسمعوا. يلا بسلام عليكم السي الغوتي. وسي الغوتي والله اخويا انا تبعت لكم الحوار ديالكم كامل. اخويا انطلق قولي قبيله كي دايرين لاباس عليكم. تحيه للمتتبعين ديالكم كاملين والاخوه الحاضرين كاملين سونز اكسبسيون. واخويا اش غادي نقول لك انا بالنسبه لي انايا تبون بورت بونور زعما الصراحه اللي نتوما كيبانكم بورت مالور وبورت مالور في بلادنا الاخرين. بالنسبه لينا من نهار اللي جا وحنا بخير، نهار اللي جا تبون نشوف حسب غير عدد الانجازات وعدد التدشينات الملكيه. حتى لا كوب دي مود وصلنا الدومي فينال ودينا لا كوب. حسب تاع عدد التدشينات ديال تبون. لا ما نحسبوش ديالو دابا حنا بورت بونور لينا من نهار اللي جا هو وقتاش خدينا الكركارات، وقتاش درنا كملنا 28 دوله اعترافات. بورت بونور دابا عرفتي راه هادو الناس خدامين لينا. بن بطوش كذلك راه معاوننا، راه داير راه يستنزف اموال اموال الجزائر، فقرهم وجوعهم ردهم النش وارتلي قريدا. لا مازال عندهم شويه الفلوس خصهم يساليوهم. اش عندهم ترى عندهم ابري لا فيرغير والله ما كاين شي حاجه بالله. تا دابا راه السلف هو مشاو دابا يديروا مشروع كاع مع الصين مسلفين من عندها الفلوس باش هما يخلصوا لها المشروع ديالها، وإلا ما خلصوهاش 20 طو تديهم البروجي ديالهم، تدي لهم الميناء ديال الجي. ترى ما مسلفينش دابا شتي تبون راه كيدور وكيفرق على الدول. خذ انت هذا المنجم ديال اليورانيوم، خذ انت هذا المنجم ديال الفضه، خذ انت هذا المنجم ديال الذهب. والله الا كيفرق بالله غير ما تخدلونيش ما تعرفوش بالبوليساريو مغربي ما تعرفوش. لا كيدوروا انا بالنسبه لينا تبون زعما هو اللي نجح الدبلوماسيه، عاوننا في ذاك الفشل ديالو الغباء ديالو. خصك تعرفوا على القضيه، اغبى الشعب الدمدومه في العالم هو الشعب الجزائري. الشعب دمدومه بمعنى الكلمه، راه فيهم غير هاب راه المغاربه واعرين عليهم، المغاربه ما تدورش عليهم دكاكه. والله زوين انت دابا تعرفهم ماشي معاهم. والله العظيم الشعب الدمدومه في العالم هما الجزائريين. واش دابا بيني وبينك كون ما كانوش دمدومه، واش هذاك انت تعطيه لهذاك التبون تعطيه غير مستشار ديال شي قريه صغيره دخلوا ليها مستشار جماعي؟ والله ما تعطيها ليه بالله. وهنا راه يدير لي القشبابه. كون ما كانوش دمدومه بعدا ما غاديش يوقفوا مصالح بلاد على قدها على 40 دم صاحبي راهم على 40,000 ديال البشر جميعهم وراهم قمادم صاحبي. واش هادو راه انت غادي تعادي 60 مليون 36 مليون نسمه غتعاديهم على ود واحد 40 ولا 70 الف جامع عندك انت في ذوك الخيمات تما. وراه مزيان لينا حنا. شوف حنا واحد القضيه الا درتي اناليز درتي ان بيلون دو كونستا، راه هاد البوليزاري راه مزيان لينا صاحبي. راه كانوا باغي يديروه لنا حنايا حجره في الصباط عرق على الاقتصاد. في الاول سا بو مارشي بالاول، ولكن الحسن الثاني الله يرحمه كان داهيه بقى غادي معاهم. بقى ما راك متبع المسار ديال لافير تاهي متبعها. انا متبعها من الجيري. قالوا ما كان حتى مشكل، قلت له تقرير المصير بقى جارهم. نديروا اتفاقيه ديال وقف اطلاق النار مع لي ناسيون زيني، نجيبوا المينورسو. ريت المغرب راه كان كيتحايل معاهم لان كانوا بكثره. كان لو كلون كوميونيست، وحتى الدول الغربيه كانت مسانده البوليزاريو، حتى هولندا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا والمانيا كلهم كانوا مساندين البوليزاريو لا عقلتي. والمغرب الى جيري لا سيتياسيون فهمتي يدخل معاهم في تقرير المصير شويه. قال لهم ودي
كي شاف راسو تقوى وصاوب الجدار ديالو باش تعرف بلي المغرب قوي استرجع هو الذهب والو ما عندوش حتى السلاح عنده ناقص واسترجع هو الذهب. راه لا عندك الرجال ما تخافش، السلاح ماشي هو كل شيء. المهم ما عليناش، المغرب بقى غادي معاهم حتى كمل ان غوند بارتي من الجدار العازل وبدا اون ميم طون كيرضي الساكنه ديال الصحراء لداخل. شكون كنا كنمشيو وكيبني في الصحراء وكيصوفيها وكيقادها باش ياخذ المصداقيه. باش تعرف الجزائر دمادم دمدومات. الوقت اللي داروا الوالي شنو داروا؟ جروا السكان باش يديروا العامل البشري ديال الانفصال. جروا السكان، احنا خدموا لينا مزيان اصاحبي والله العظيم، الغباء ديالهم الا خدم لينا مزيان. جروا السكان الاصليين ديال الصحراء بداو كيختطفوهم يدخلوهم لتيندوف. هناونا لانه كان خلوهم لنا تماك وسلحوهم وسط الصحراء وعبئوهم وقروهم الشيوعيه والانتفاضات والانفصال والصحراء غادي نتعذبوا معاهم. خواونا كمان ما كانش عندهم كيديروا الصحراء سي الغوتي. لا هو الوقت اللي المغرب بعد اتفاقيه مدريد، فاش المغرب وقعت الاتفاقيه ديال مدريد وموريتانيا دخلت في الموضوع، راه هما فاش ضربوا موريتانيا على هاد الاساس هنا كانوا باغيين يجيبوا هذوك يحطوهم في ذاك الطرف اللي كان. لا ولكن ما علاش ما دابا هذا هو البيتيز. حتى تفاقوا من القلباس لقاو راسهم تصيدوا خواو لنا التيران باش خواو ما عرفوش يخدموا في لافير، راهم ضاعوا. هما دابا ولاو معيشين دوله. دابا في راسك باللي بوليزاريو راه ما يتفكش مع الجزائر، والله لا تفك معاهم لان صيدوه. انت 47 عام وتشهدني انك كتعطيني في الوعود في الاخر تخرجني 0 درهم، غتولي جرائم. راه ما يتفكوش. وراه هذوك كلهم غادي يوليو مع المغرب زكارات في الجيري، كلهم يقدموا البيئه الملك. كون على يقين هادو كاملين اللي راهم كاينين غادي ينفجروا عليهم واحد النهار. ينفجروا غادي يمشيو للمغرب، غادي يرجعوا لاسورس. اصلوكا غادي يرجعوا لاسورس. يقولك حنا مغاربه وغريره بينا. والاطفال ديال اليوم اللي كيفورماتيوهم راه في هاد الخدمه اللي راكم ديروا نتوما في لي ريزو سوسيو راه كيوصلهم. انا عندي الناس في الجزائر قال لك حنا كيعرفوكم كاملين. كاع هاد لي زاكتيفيستي لي ريزو سوسيو معروفين في تيك توك واليوتيوب، راه كيوصلهم التحاليل ديالكم راه كياخذوهم بعين الاعتبار. غير هو احنا بالنسبه لينا الا جينا نشوفوا دوبي لاغيفي ديال تبون، دير واحد البيلون شوف لو سوكسي ديال المغرب. 28 دوله دارت القنصليه ديالها في الصحراء المغربيه. المغرب دار انجازات كثيره رياضيين بهدلهم، ما مشاوش لاكوب دي مود، ما داوش لاكوب دافريك، ما تكاليفاوش. المغرب غادي يدير انجازات وهما باقيين والو. حتى الصور والله القسم راه بورت بونور. تبون راه شوف تبون الوقت اللي شاف المغرب تكاليفات الانكار دومي واطلق الفلوس ديال بصح. وراه هو اللي معيط لماكرون قال ليه الا دات المغرب لاكوب دي مود يقتلني الشعب ديالي. الا دات لاكوب دي مود راه تلقوا العاقه ديال بصح باش شراو الفار ولي زاربيت كونتر فرنسا وكونتر كرواتيا. راه الفلوس ديال الجيري اللي تجيرات تماك. وقطر انسحبت، دارت بلاصه تعيين ما شافتش، هربت ما تفرجتش، ما جاش يتفرج الامير. فراسو الكومونتي اللي دايرينو فراسو ما فيهاش. المغرب كان يقدر يربح فرنسا غير بالطفار، لان راك شتي كيفاش وقع في فرنسا. راه تبون هو البورتبون، هو الغباء ديالو. شوف شحال موازير خارجيه جرى عليهم بوريطه، وشحال ما ريبريزونطون ديال الفاف جرى عليهم القجع في لا بيريود ديال تبون، في العهد ديال تبون. اذا الغباء ديال تبون خدام لينا. راه كيمشي الجزائر فرقها على العالم، عطى الموانئ الامارات، زاد عطى لو غرون بور ديال الجي، عطاه لاشين، عطى المخازن ديال لي بارتي ديال الصحراء كامل عطاهم للفاغنر روسيا، عطى غير جبيلات راه عطاها وراه داكشي علاش كنقول لكم انا ديما تحيه عمي تبون، تحيه شاطر، تحيه عمي تبون وتحيه بن بطوش. لان بن بطوش راه عامل ديالنا، راه خدام لينا، راه كيستنزف اموال ديال الجزائر، راه كينشفهم. في الاخر الغوتي في الاخر ديال هذا الفيلم يتلقى بان بن بطوش عامل مزدوج. والله الا خدام لينا. هذيك الكاميرا كاش كنا كنهضروا البارح على امينه حيدر ولا ديك هو وشيطانه، وهو راه هذا وشيطانه كتخرج كتمشي تصور الفلوس تمشي دير مع لي سويت كيشدوا مع راسهم لي سويت في اوروبا، وفهذا يتبرعوا مع راسهم ويرجعوا بالجواز المغربي للصحراء مع راسهم يدخلوا. وشو الصوره اللي كيسوقوه هما دابا ما كنوريك انا سلطانه خياطه والو امينه حيدر
لا شو الصوره اللي كيسوقوا دابا. انت غادي منظمه دوليه باغ اكزومبل ياك غادي عند امنيستي ولا غادي عند الفريدوم هاوس ولا غادي المهم غادي عند منظمه دوليه حقوقيه، اش كتقول ليها؟ كتقول ليها انا امينه حيدر جايه من المغرب راه كينقمعوا كاين واخا مزيان كيسمعوا كيا مزيان واخا مزيان. فين غادي تمشي دابا في طالبه اللجوء فهمتي؟ لا انا راجع العيون مزيان اوكي واخا السلام عليكم الله يرحم السامع. هي خرجات اش كيكونوا دابا بيناتهم واش هادين دابا ماشي دوب العجر قلتيها دابا راه عميل مزدوج راه كلهم اذا هاد الناس هادو هما احسن الناس كيسوقوا الصوره ديال التسامح وحقوق الانسان اللي كاينه في المغرب. راه شي بحال ذاتك انت غير كعميل لان العالم ماشي هبيل. الناس كلها كتعرف مثلا امينه حيدر انها كتخلص من الجزائر. راه شي دوله فاش كتشوف كعامل وهذه القوانين الدوليه وفي الاعراف الدوليه ان اي مواطن كيخدم مصالح دوله اخرى عميل راه هذا كيولي جاسوس. وكيدخلوا كيولي جاسوس خصو الاعدام. الحكم اللي كاين هو الاعدام ما عندوش شي حاجه اخرى. وما باش كيشوفوا امينه حيدر وسلطانه خيه كتجي تهضر لهم كتحاضر لهم في حقوق الانسان وكترجع للجنوب ديال المغرب. واش هادو بعقلهم راه كيبقاو يضحكوا عليهم. هذيك السينابيل هذيك الانتيليجنسيا ماروكان المغرب مخليهم يتساراو وياكلوا فلوس الجزائر وما كيديروا حتى نتيجه وخدامين للمغرب. ماشي غير ياكلوا فلوس الجزائر راه كيدخلوا لنا العمله الصعبه صاحبي. العمله الصعبه يشدوا الدولارات من الكابرانات وكيجيبوهم يصرفوهم. راه امينه عندها شحال من بروجي في المغرب. راه بليزيور بروجي عندها في المغرب. سول لي بروجي اللي عندها. راه في اوروبا كتدخل اي سفاره كيستقبلوا سفاره مغربيه كتدخل ليها نورمال كاع بلا عراقيل بلا والو. وبن بطوش راه مغربي وراه كياكل الميزانيه. يسافر في طائره رئاسيه مستشفى طائر مشي يتعالج بالملايين. بن بطوش راه خدام راه كلهم هذاك. بن بطوش كون كان خدام مع الجزائر ما يديرش راه بنا دوله في تيندوف بالوزاره. عرفتي اللي زوين في هذا الموضوع كوتين دابا هما خداو لينا الصحراء الشرقيه وصدقوا داو مع مغاربه. عايشينهم تما كيصرفوا عليهم باش بغي هادوك غادي يرجعوها للمغرب. هادوك اللي تماك شوف انا داولوا بالمغاربه وكيصرفوا عليهم تماك واش بغي حيدوا علينا واحد لا شارج. وهادوك لا فيزيون ديالي هادوك هما اللي غادي يرجعوها للمغرب بلا حرب بلا والو. هادوك هما اللي غادي يرجعوها. هذاك اللي كاين. السي نبيل لاله سميره خويا انس النوسي السي الغوتي شكرا بزاف السي نبيل على المساحه. الله يعطيك اخويا الراي المغربي. اسمح لينا انا براسي راني دابا مقلوب صراحه وداك الشيء علاش تقدر دير الحوار اللي بغيت تكلم فيكم تكلم مع الراي المغربي كل مرحبا. تحياتي لكم. بغيت نستأذن منكم فرصه اخرى ان شاء الله وشكرا بزاف على هذا اللايف الجميل صراحه. الله يحفظك حبيبي. ليله سعيده. سعيده الراي المغربي الله ينورك. اختي سميره تقدري ديري الحوار شويه الله يخليك. مرحبا خوتي انا بغيت الله يطول عمرك سي الغوتي الغالي. تحياتي ليك سيدي انس. تحياتي ليك سيدي هشام. تحيه لخويا المختار ومرحبا بكم. وكان نهار جميل. انا اللي استمتعت فيكم وانا كنت قريبه لسيمانار سليمي. الكلمه كتخرج كتدخل ودني عاد كتنزل عندكم تحت. تحيه لي والسي نعوم والشكر دائما موصول لاخ نبيل اللي جمعنا والله يحفظكم والله يطول عمركم جميعا اخوتي. مرحبا بالاخ مختار اللي التحق بنا ومرحبا بكم جميعا. وغادي نبغي نشكر الداعمين والاخوان اللي كيكثروا بالدكاتره وشاركوا في الحسابات اخوتي ديال الاخوان. لا الحساب ديال اخونا سي انس ولا سي الغوثي ولا الاخوان جميعا الدكاتره اخوتي راه خلاو جميع المنصات وجاو هنا لاننا محتاجين لهم. وهذا هو اللي كاين. الله يوفقكم والله يحفظكم. وانا بغيت نطرح ما عرفتش شكون اللي جاوبني في هذا. نقدر نشوف السي الغوتي ولا السي انس على القضيه ديال كاين واحد الملف الا تدفع في اليونسكو ما غاديش يعني 100% تفوز به الجزائر. واش عرفتوها شنو هو ولا نقولوا انا؟ الله يقول نقول هذه ملف بوليزاريو اخويا. لا دفعات وهذا كيقيدوا نعاونوها والله نعاونوها لا حشومه خوتنا هذوك
والله الا تما نتخاواو ما انا بعدا ولكن راه عرفتي شحال خاسرين عليه، راه يعني عطاوه لهم بدون منازع. واش غادي نقول لكم، فرحه كبيره اولا. وحنا بعدا كجاليه مغربيه راه عرفت واحد الثقه، واحد هاد الانتصارات المتتاليه راه شي حاجه كبيره 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 بزاف. والله ينصر هذا الوطن العظيم. وتحيه لكم خوتي. ممكن نعطيو الكلمه للسي المختار. مرحبا بك خويا ومرحبا بكم جميعا وتحيه لكم. مرحبا وسهلا، مرحبا بكم. شكرا على هذا المجمع هذا. بغيت كاين واحد الكتاب زوين الا بغيتو تقراو ديال مذكرات المختار ولد دادا، هو الرئيس الاسبق ديال موريتانيا، وكيحكي فيها على مواقف اللي طرات ليه مع بومدين. انه قال ملي كان المختار ولد دادا بغى يخرج من المنطقه ديال واد الذهب، قال ليه الا ما عطيتيهاش للبوليزاريو هكا مكتوب، هذا الرئيس ديال الله يرحمه ديال موريتانيا، قال ليه بومدين بالحرف، قال ليه راه غادي ندير لك الحرب عندك في بلادك، وهاد البوليزاريو غيوليو يهجموا عليك. وداك الشيء اللي طرا ليه. واحد المذكرات جميله 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 جدا ديال المختار ولد دادا. وهذه شهاده للتاريخ، بقات شهاده للتاريخ، وقليل الاخوان الموريتان اللي فاش كيبغيو يتكلموا عليها. كاين واحد الشخص اعزه ابي طالب راه كيتكلم، واحد الشخص راه كيعيش ما بين الرباط والدار البيضاء ونواكشوط، موريتاني الجنسيه، ودائما كيحكي. والوالد ديالو كان هو اول طيار في عند موريتانيا، وكيتكلم بواحد الصيب بواحد الطريقه جميله، وكيحكي واحد انسان مثقف. الشق الثاني، واحد المشكل دابا اللي طاريه فيه البوليزاريو، صافي راه حلو عندهم. طرات عندهم الاسبوع الفارط طرا عندهم واحد المشكل في المخيمات، وخرج عاوتاني وكيل عندهم هما راه دخلوا الشخص دخلوه للسجن بدون محاكمه في السجن الرشيد. وهذه باش كنعرفوها بانها دوله وسط دوله. واش كاين هي باش كنقولوا حنايا الجزائر الجنوبيه، واش عباد الله هاد وكيل الجمهوريه الجزائريه ما تحكمش في هذاك البلاد؟ اذا عندهم قانون ديالهم، اذا عندهم قضاء ديالهم، عندهم دولة المختار غير هي الدولة الأولى غير قائمة، هي مقاطعة فرنسا. هاد الدولة وسط الدولة شوية شي حاجة كبيرة عليهم. هذاك الشيء بحال لي بوبيروس، عرفتي هذوك لي بوبيروس، كتحل وحده كبيره كتلقى وحده وسطى وحده، وكتحل وحده وكتلقى وسطى. راه داك الشيء اللي كاين. الدوله الكبيره راه كانت هي فرنسا، وفرنسا تحليتيها كتلقى الجزائر، وحليتيها تلقى البوليزاريو، وغتحلها غتلقى عاوتاني شي تخربيقه اخرى. والحمد لله هاد الانتصارات اللي كنديروها حنا راه غير المغاربه الحمد لله مواطنين، كل واحد كيشتغل في بالوسائل، واخا غير تليفون، واخا غير كاسك، هادشي باش خدامين، ما كيعطينا حتى شي واحد شي حاجه. الحمد لله الوطنيه ديالنا هي اللي خدامين بها، فما بالك الجهه الاخرى بالذباب الالكتروني وبملايين الدولارات اللي كتصرف. حتى ملي كيطلع مثلا كنشوف واحد، هذه كتضحكني، هذه كتدخل واحد الصفحه في فيسبوك اصوات مغاربيه، فيما كتذكر انجاز ديال المغرب كنشوف هذوك القهقهات، دوك لي زيموجي ديال اللي كيضحك، كندخل اش كنلقى 80% من الهند، من بنغلاديش، من المكسيك. شكون اللي كيخلص هذوك؟ شكون اللي كيخلص هذوك القهقهات في هذوك لي باج؟ ضروري ان العسكر الجزائري هو اللي كيخلص هذوك سي سوسيتي، ولا هادو سي دي بلاتفورم اللي كيبقاو يديروا هذوك لي زيموجي ديال الضحك. خليهم يصرفوا، خليهم يزيدوا يصرفوا. راه البارح عبدو السمار في واحد تصريح قال لهم بان كتخسر $1,500,000,000 دار تحقيق في العام. 1,500,000,000. انا كنقول خصك تضربها في 3، تقريبا واحد 5 المليار كيخسروا على دوك 20,000 ديال المغاربه اللي عندنا تما. الله يجازيهم بخير، مهلين فيهم، دايرين ليهم ما جبروا حتى الرز والماء. مزيان يتهلاو فيهم ويخسروا هذيك 5 المليار دولار. الله يكمل عليهم، والله يخلي لنا عمي تبون وسير الريحه. شكرا خويا مختار. وسي بالغوثي خونا عندك واحد السؤال من الاخ طاهر، كيقول لك خويا الغوثي ممكن تعطينا تحليل عن ما يمكن الهكاويين فعله بعد هذا الاعتراف؟ ايوا اش غادي نقول لك دابا هما راه داروا قبل ما يدار. سمعتي شنو كانوا كيقولوا الصهيون ما اعترفوش بالصحراء المغربيه،
واليوم دابا عاد غادي يزيدوا يباتوا بلا نعاس. راه دابا غادي يمرضوا مرضى ديال بصح هما كيعرفوا دابا القراقير وعارفين اليهود اش كيسوا وعارفين القيمه ديالهم وعارفين راه كيعرفوا ان جميع رجال الاعمال كلهم كيتعاملوا مع راك سمعتي البراب شنو قال التبون؟ قال لي خرجتي علينا، قال لي مشيتي لروسيا وقلتي ما نتعاملش بالاورو ما نتعاملش بالدولار. وانا البراب راه كيتعامل مع اليهود، اكبر رجل اعمال عندهم كيتعامل مع اليهود وراهم عارفين القيمه ديال اليهود. دابا الجزائريين دابا مكمشين، دابا راه زادوا بلاو لي كوش، كلشي شرا لي كوش تماك، كلشي مخلوع. حنا قلنا لهم كنتو تقولوا للرئيس سيد الرئيس طلقنا على اليهود نمشيو ليهم، هما جاو حداكم، هما في المغرب دخلوا عندهم، قول لهم يدخلوا عندهم، هما غير هنايا. والغوتي وغير لاتاشي ميليتير، التعيين ديال لاتاشي ميليتير راه الناس كتغوت. وعباد الله قال لك جا اش كيسميوه بالعربيه لاتاشي ميليتير الملحق العسكري اسرائيلي وراه جا للمغرب لاول مره وناريه وهذا غير لاتاشي ميليتير وتخلعوا. ودابا هما راه عندهم عليه المعلومات، راه هضروا عليه، جابوا عليه ايميسيون طويله، قال لك اخطر من لي بليز اونسيان لو بلي كاليفي لو بليز اكسبيريمونتي هو داك شارون، مو مغربيه وباه مغربي لاتاشي ميليتير ملحق. وفراسهم باللي المغرب راه داير شراكه في لي زيناج ديال اللوجيستيك ميليتير، لارمومون، لا تكنولوجيا، هادشي كلشي عندهم، هادشي راه عندهم قديم. راه هما ما يقدروا يديروا والو دابا، راه الكونفرونطاسيون ديريكت ما كايناش، راه يتبهدلوا، راه غاديين يتبهدلوا. كيدويو قال لك في سبتمبر غادي نهجموا عليكم في سبتمبر، باش يرضيو بوصبع. هما دابا هما شحال هادي عارفين لا بريزونس ديال هما دابا كعارف هما مع المكري كيعيطوا لينا اليهود، راه ماشي غير اليوم. دابا تيدخلوا من الكونجي عاد يهجموا علينا ياك السي غوتي. الدخول المدرسي مع الدخول المدرسي. ودابا انا كنتخيلها وما هجموا علينا كاع، دابا نهضرونيش دابا هما هجموا علينا كاع. دابا واش حتى ما عندهمش الشركه الكنادير وباغيين يهجموا عليك؟ شحال ليهم غير العافيه في دوك الغابات اللي عندهم، ما ليهم يدخلوا العافيه، ما ليهم يحاربوا معاك. شوف السي هرباز وحق الله العظيم ما عندهم، والله العظيم كنقول لك يا اكبر شعب خواف ودمدومه هما الجزائريين. هادشي تاريخيا حنا كنعرفوه. تعطيه ملويه الله يهربوا كاملين، تضرب غير واحد 50 يهربوا كاملين. واحد الشيء كنعرفوه، لو كانوا شي شعب اللي ماشي شعب اللي خواف، كون ما تكلش عندهم يجلسوا عندهم الاتراك 400 عام ويكارطيوهم في الجبال ويجيو الفرنسيس يجلسوا عندهم 132 عام. دابا هادشي داك الكلام ديال النيف والخوا والفحوله وداك الشيء، راه داك الشيء اللي ناقصهم عليها مساكن كيبداو يعوضوا بالعشريه السوداء الهضره بلا بلا. ودابا فاش كيساليو معايا انا كيبدا يقول لك حنا واش من الحروب درتو؟ قلنا عطيونا شي حرب درتوها وفزتو شي حرب. شوف والو حتى شي حرب في تاريخكم كاينه؟ والو ما كاين والو اصاحبي. شوف المغرب راه دوز حروب، دوز سقاط، المغرب راه التاريخ ديالو كله حروب وكله انتصارات وكله وشوف راه حتى السي نبيل، حتى العشريه السوداء راه عقدتهم واحد العقده خطيره. ماشي عقدتهم، هذيك العشريه السوداء رباتهم تربيه خطيره. والله القسم كيطيح الليل بلايص اللي شويه بعاد كيطفيو الضوء، كاملين يخافوا يجيو يهجموا عليهم، كلشي عايش بالخوف، والله واحد ما كاين اسهاني. واش عرفتي هذيك العشريه السوداء كيفاش بانت لي انا؟ هذيك اكبر عمليه ديال التربيه ديال النظام للشعب. رباوهم ما يذنذنش، لان رباوهم الى هضر غادي يذبحوه، ما غاديش يضحكوا معاه. عرفتي شحال من جنرال معتقل؟ 300 جنرال اللي معتقلينه، ولي كولونيل هما عندهم داكشي موجود بحال الزينات ديال النعناع، ولي كولونيل 800 كولونيل اللي معتقل، وعاد لي كولونيل ماجور شي 1000 وشي حاجه، لي زوفيسي شي عرفتي كاع لي كلون عطيك دو سوس اوفيسيال، لي كلون ديال قايد صالح والميليتير كله في الحبس، ولي كلون ادمينستراتيف مينيستيريال ديال بوتفليقه كلهم في الحبس، نجبدهم لك بالسميات كلهم راهم في الحبس. وحتى داك عباس اللي كان يحلف عباد الله يقول لهم اللي تمشي منها حتى هو راه في الحبس، ماشي غير ويحيى ولا سلال، راه كاملين كاع داك الكلون اللي كان مع بوتفليقه كله راه في الحبس مع سعيد كلهم. هما ماشي دارهم في الحبس باش زعما يعطيو ينصفوا الشعب، باش ما يديروا لهمش المعارضه ويضايقوهم في
التسيير في لا جيستيون ديال البي. اجي نقول لك واحد القضيه ما بغاش تتفق معايا فيها ولا لا. هما كيعرفوا مزيان يتقتلوا مع العدو، داكشي علاش شعارهم تحيا الشهداء. وما يتسناك تقتلوا باش يقول تحيا، باش يكثروا الشهداء، باغي نكثروهم، باغي يموتوا. والله العظيم ما كرهوش ننزل عليهم شي نوويه ولا شي حاجه باش يفرحوا، باش يقول لك البارح راه ماتوا عندنا 1 مليون. واش كا ولا ما كا؟ والله لا بصح، والله هذه عندك فيها، ما كرهوش يتزادوا الموتى يبقاو. الشعب واحد كيعرف يتقتل، تحيا الشهداء تحيا. تبون راه وصلها ل 85 والفيتنام ماتوا لها الملايين في الحرب. كتسمعوا دايرين علاقات مع امريكان دابا وعايشين، والتجاره والروينه وديك الشهداء بلاتي. والنووي اللي هيروشيما وناغازاكي في اليابان. في اليابان. هما دابا الطوموبيله لا بلي فوندي في الامريكان تويوتا. يلاه قول لي لا بلي فوندي تويوتا دابا علاقه تجاريه. صافي انا مشيت للميريكان، التويوتا هي رقم 1، هما اللي عندك الاوبر وعندهم. ايوا سمع، ايوا هضر مع هاد القراقير وهاد اللي ربي سلطهم علينا هنايا، شتي كي دايرين. ولكن راه ربي دابا فهمت انا هاد المصايب هادو ما بغوش كيديروا عقلهم والله العظيم. شو انا المغرب كان كيتعامل معاهم كدوله. واش نوزعوا الكلمه؟ نشوف الاخوان يبغوا يدير شي تدخل فينا وسي محسن ياك ما عاوتاني طاح. صافي نزل انا ماشي مشكل. لا خليك واحد المعلومه الا كتعرفوا امير بيريز كان هو وزير الدفاع الاسرائيلي السابق، هو ولد بجاد، وكان عنده واحد ستاسيون ديال ليسونس في بجاد، وكيجي تقريبا كل سنه كيجي للمغرب. خرج دابا راه دار واحد الشركه خاصه ديال تصنيع الاسلحه، والبارح خرج في واحد التصريح في جريده اسرائيليه وقال لهم انا غادي نرجع للبلاد ديالي المغرب وغادي نخدم ونديروا واحد الشركه ديال تصنيع الاسلحه. رانا غادي قول خوتنا الجزائريين غيوجدوا لي كوش. عميد بيريز. سي محسن الاخوان سمحوا لي الله يخليكم. سي محسن واش المحسن كيطيح بوحدو؟ واش والغوتي كيمشي ليه الصوت؟ والغوتي باقي انا. لا واقيلا اخويا ما كاينش شي سينيال. محرز راه مشى للسعوديه، راه ولا قريب للقدس، واش غيمشي يحررها ولا شنو غيدير؟ ما حتىش عنده يحررها. بن عرفه جا هنا راهم دايرين لي حاله. المغرب راهم حادين طالعه والنازله. ما في راسك باللي كاع الفراقي اللي غادي يلعبوا مع الجزائر كاليفيكاسيون ديال لا كوب دي موند داروا طلب لا فيدراسيون ماروكان باش يلعبوا هنايا، ما يلعبوش. لا ماشي كلهم واقيلا دوله وحده اللي كاينه الغوتي. لا حتى غينيا وطنزانيا كلهم واقيلا اللي كاينه وحده هي اللي لا كل شيء. الصومال وغينيا غير هي الجزائر قالت لهم انا نخلص عليكم كل شيء وجيو يلعبوا عندنا الي روتور. قال لهم حنا نلعبوا عندنا بحال اللي دار المغرب اللي لعب الفراقي عنده الي روتور، بالجزائر باغيه ديرها. راه كتطلق الفلوس دابا، كتطلق فلوس للفيفا. حنا مزيان هاد القضيه مسلكانه، كل ما خسروا فلوسهم كل ما مزيان. محسن مازال فايق؟ وي السي الرئيس راه كطيح من الصباح اصاحبي. ما عرفتش خويا كيفاش كنهبط. وما نعرف كيشتغلوا السينيال واقيلا واقيلا داكشي اللي كاين يتمارس عليك شي قصف وشي هذا هو. اخوان غادي نزيدوا واحد شويه وغادي نوقفوا، لان بصراحه انا واقيلا شنقريحه وتبون ضربوني بصاروخ ديال النعاس. روح ترقد باش تفيق هذيك الحصه اللي كانت مع السي عبد الرحيم ومع نعوم كان الريتم اليوم شويه طالع. يقدروا يديروا شي مجلس الامن غدا هذا باش الاثار ديالو عليك انت، اما علم الله هما مساكن كي داير الوضعيه. والله ما نعرف الاثار ديالو. حنا راه عندنا ناويين نضموا شي حاجه ما كبر، وهذا هو حنا راه كنوجدوا لهم في البرنامج. السي محسن هشام خويا كتهضروا على اسرائيل والامريكان وكتنساو خوتنا النقالزه، والله لا حرام عليكم بالله. لا شوف هاد واحد القضيه خاصك تعرفها. راه قال السي عبد الرحيم قبيله وربما ما دازتينا بيرسو. راه كاينه واحد العلاقه جدليه بين مواقف اسرائيل وبريطانيا في مجموعه من المواقف، وفي مجموعه من الا جينا نقراو التاريخ تلقى كاين هاد التاثير
واسرائيل مؤثره بزاف في بريطانيا. وبريطانيا شوف، بريطانيا تنقول لك باقي خاصها غير هذاك القضيه ديال الاعلان، لانه دابا كاين مجموعه من الشركات، ورحنا شفنا هذاك الوفد اللي مشى للداخله والتقى مع الوالي اللي باش على ود مجموعه من الاستثمارات ديال شركات بريطانيه. وغنقول لك واحد القضيه، حاليا في المركز الجهوي للاستثمار في الداخله، واحده من اكبر الشركات البريطانيه راه وضعت ملف ديال الاستثمار ديال محطه ديال الهيدروجين على واحد المساحه تقريبا اللي كتجاوز 400 هكتار. اذا راه حتى الموقف زعما ديال بريطانيا فهو تنظن بانه سيسير في نفس المنحى اللي مشات فيه مجموعه من الدول كاسبانيا والمانيا. دابا الموقف ديال اسرائيل، الموقف ديال الولايات المتحده الامريكيه. اذا انا ما كتشوفش السي محسن ان اسرائيل دابا بهذا الاعتراف ديالها غادي تزعم دول اخرين؟ قلت انا راه دابا فين قال لي السي هشام بريطانيا، راه بحال كتقول هذا ثاني واحد الباب تفتح، لان مجموعه من الدول غادي ترفع عليها كما كنقولوا داك الحرج الدبلوماسي ديال انه كتبقى كتبنى واحد الخطاب ديال المنطقه الرماديه. ولكن دابا مع هاد المواقف خصوصا ديال الولايات المتحده الامريكيه التي تقود النظام الدولي اللي عندها تاثير على مجموعه من الدول الغربيه، الموقف ديال الصين راه حنا كنعرفوه، الموقف دابا ديال انا نعطيك واحد المساله. كاين دابا نيجيريا، راه خصنا ننتظروا غير دابا الحكومه في نيجيريا مازال ما تشكلاتش، الرئيس راه تم انتخابوه، دابا غادي ننتظروا غير تشكل الحكومه الجايه ديال نيجيريا، وغادي تكون واحد النسبه كبيره سحب الاعتراف. انا كنأكد لك من دابا هذا، خذوا خبر حصري. ونقول لك واحد المساله، غنزيدك دوله اخرى اللي هي دوله غانا. انا عندي مصدر حاليا، نائب الرئيس عبر صراحه في لقاء مع شخصيه اللي كتشتغل في المجال ديال المجتمع المدني، عبر شخصيا بانه كاينه رغبه ديال دوله غانا انها تعترف حتى هي بمغربيه الصحراء. اسمع سي محسن، سي محسن، الو، كاش يا جماعه حبست الميكرو باش نسمعك. عطي غانا راه لو كيشهدوا بالمغرب باش نكونوا واضحين. هادشي اللي كاين. راه العام اللي فات في كلمه ديال الرئيس ديال غانا قال لهم بفضل المغرب الانتاج الزراعي في غانا طلع ب 20%، وحنا غاديين كل عام غنطلعوا بكثر من 20%. لو سي بي راه دارت يد من الفوقانيه تما، وعندنا واحد السفيره. اشوف غانا، اشوف انا نقول لك واحد القضيه ما تقولش لي حصري ما حصري، غانا ديالنا سالات، وعندنا سفيره اللي كتخدم. لا ما يمكنش هشام، لسبب واحد بسيط ولوجيك. علاش حنا كنقول